اتفقنا؟ فمحدش يكرر. الله يحفظكم يا رب. خاصة هم يعني في المحبة ما عندهمش يا مرحمين يعني. ما عندهمش حبة في المحبة، بيدوا على طول كده في السقف على طول. طيب نحن بدأ اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا نحن قمنا بفكرة برنامج لقاءات كل يوم جمعة، وكل جمعة نقوم بلقاء إن شاء الله مع شخصية لها تأثير. واليوم طبعا مع أخينا الحبيب الفاضل الأستاذ محمود داود. أسأل الله أن يرفع به وأن يجعله محمودا في السماء وفي الأرض، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده. طبعا لمن لا يعرفه يعني بإمكانه أن يبحث عن محمود داود سواء في اليوتيوب أو في يعني تيك توك، وبرضه حتى في الفيسبوك، يعني في كل حتة يعني إن شاء الله ستجدونه. فنرحب به ونحييه اليوم. حياك الله يا حبيبي. حبيبي يا طيب، الله يحفظك يا رب، يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب ويتقبل دعائك وكلماتك الطيبة. ربنا يحفظك يا رب، يبارك فيك ويجزيك الخير ويتقبل منا جميعا يا رب. وإن شاء الله يكون لقاء مثمر بأمر الله رب العالمين. إن شاء الله بوجودك سيكون مثمرا إن شاء الله تعالى. الله يحفظك يا رب، يبارك فيك يا طيب. طبعا يعني أول جانب نريد أن نتحدث عنه ألا وهو يعني بحكم خبرتك الحوارية في هذه الفترة الطويلة التي تقريبا مثل فترة معاذ أظن، صح؟ يعني ما تختلف. نعم أكثر من 20 سنة تقريبا. نعم الحمد لله. بالضبط. أيوه. ذكرت شيء يعني سبحان الله. قول. تذكرت صورتك في عام 2008 في مقطع فيديو كنت بترد فيه على زيكو بزرط. يعني ده كنت قد كده لسه انا كنت لسه يعني وكنت صغيرا جدا، لكن بعد ذلك يتبادر الى ذهني ان النصارى للاسف يعبدون من كان اصغر منك سنا في ذلك الوقت. نعم. يعني هم عبدوه هو كبير وهو صغير يعني. فقلت سبحان الله، كويس انك ما كنتش في ذلك الزمان، كانوا يمكن يعبدوك انت كذلك يعني. والنصارى سبحان الله العظيم عندهم عبادة لا إرادية. يعني أنا مش متصور إن هو طفل ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وطفل يعتري ما يعتري الأطفال من كحة بقى، من زغطة. الزغطة دي أنتم ما تعرفوهاش يعني، بس المهم أكيد عارف إن الزغطة يعني نحن نقوله بالليبي بوفهاج أو بوفواج يعني. لا يعني ماشي، خمسة زغطة أحسن. المهم يعني اللي هي الحاجات بس ما عندهم مشكلة. الله يحفظك يا رب. بحاول ادور لك على الصورة والله عشان الناس تتخيل بس الوضع معايا. كنت لسه صغير فعلا قد كده والله. كمل يا حبيبي كمل. أيوة. المهم يعني السؤال الآن الذي يتبادر في الأذهان في هذه الفترة. جزاك الله خيرا يا أخ الأخ بيوج، جزاك الله خيرا. بحكم هذه الفترة التي قضيتها، نعم، ما هي أكثر مسألة، مش عارف في صدى ولا سمعني كويس؟ أنا لا سمع كويس، الدنيا معايا تمام. أنت سامع صدى؟ أنا عندي زي الفل. لا ما أظنش إن شاء الله فيه. تمام. ما هي أكثر قضية يعني جعلتك مؤمنا بالإسلام إيمانا قويا وغير مؤمن بالنصرانية تماما؟ يعني نعم. نقطة محورية كشخص أنت محاور طوال هذه الفترة
يعني جعلتك تميز الإسلام؟ نقطة واحدة لازم تكون، يعني أنا عارف أن عندك طبعا يعني ليستة كاملة، بس اللي احنا نريد النقطة الأساسية الجوهرية. جعلتك خلاص يعني مؤمنا أن الإسلام هو الحق وأن النصرانية باطل، فما هي هذه النقطة؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. والله زي ما أنت ما قلت يا أخي زين إن النقاط كتيرة جدا، مش علشان أنا ليا 20 سنة، بالعكس أنت لو سألت حتى واحد من عوام المسلمين اللي أنا منهم، بس أقصد اللي هو مالوش باع في مجال مقارنة الأديان، سألته السؤال ده هتلاقيه فعلا يعدلك أسباب يعني تتخطى يمكن 20-30 سبب. لكن النقطة الجوهرية فعلا اللي بتثبت لك إن الإسلام ده دين حق، ألا وهو إن ما في عقل سليم إلا وتلاقيه يقبل الإسلام، وما في عقل يرفض الإسلام إلا وتجد السفه عليه ظاهرة. سبحان الله العظيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فسبحان الله لما تشوف تتأمل كده فيهم، تلاقي واحد مهما على في المراتب الدنيوية والدرجات العلمية، لكن تلاقي يبدو عليه فعلا لما تيجي تكلمه في موضوع الدين السفه. تيجي تسأل واحد من عوام، يعني أنا لما بقول عوام المسلمين ما أقصدش يعني ما فيش تصنيفات، لكن أقصد اللي هو من غير المشتغلين أو الناشطين في مجال مقارنة الأديان، أي شخص من غير المتخصصين، غير المتخصصين بالشريعة. نعم أحسنت. فتلاقي لو سألنا أي حد من أهلنا البسطاء، ربنا سبحانه وتعالى يغني الجميع، مثلا واحد راجل بيفترش بعض الخضروات على الأرض أو أي حاجة، شخص يعني عليه البساطة، ربنا سبحانه وتعالى يغني الجميع من فضله يا رب، وجيت سألته عن الإسلام، أول حاجة يقول لك يعني الله سبحانه وتعالى واحد أحد. هتكلمه كده في أركان الإسلام، هتلاقي إن الدنيا بسيطة، وتلاقي إن الراجل متقبل الإيمان بشكل بسيط، بل وعايش الإيمان بشكل بسيط. على النقيض بقى تماما في المسيحية، تيجي في المسيحية أنت تلاقي كل مسيحي أصلا هو كنيسة قائمة بذاته. يعني تعالى المسيحي الأولاني، أنت لو سمحت الله واحد، يقول لك الله واحد. طب ما 3 أقانيم، ما هو 3 أقانيم. طب هم 1 ولا 3؟ لا، ما هو 1 و3. اللي هو تحس ان الدماغ هنا عمل فيه ايرور كده، اللي هو الدنيا مش مظبوط. تسأل واحد تاني مسيحي، هو انت مؤمن بالثالوث؟ يقول لك يعني ايه ثالوث اصلا؟ فاللي هو تلاقي ان هو ما فيش، يعني لان الكنيسة ما بتعلمهمش اصلا الايمان. فاختصارا النقطة اللي انا بتكلم فيها لا هي نقطة وضوح الاسلام، بساطة الاسلام، ان الاسلام دين يقبله كل عقل سليم وكل فطرة سليمة لم يعبث بها من الآخرين. يعني ممتاز جدا، جزاك الله خيرا. الحقيقة النصارى في هذه النقطة هم يعني ما بين نارين. هم يدركون تماما أن دينهم يقول ب3 أشخاص يعبدونهم، بين قوسين 3 آلهة. هم يدركون هذه المسألة يعني بشكل واضح جدا، وهذا مصرح به في كتب آباء الكنيسة الأوائل حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النصارى واجهتهم مشكلة، ألا وهي المجتمعات التي يعيشون فيها مسلمون. فبالتالي في إشكالية هنا، أن جيرانهم المسلمين يوحدون الله، وعندهم لا إله إلا الله، وعندهم الوحدانية والتوحيد. فهنا حيكون زي إيش، يعني نوع من المعايرة من المسلم. يعني ممكن يعني يتخيل هكذا النصراني أن المسلم يطلع له من السطح يقول يا مشرك، فهو حس بنوع من النقص هنا. نعم. فهو ما بين نارين، ما بين أن دينه دين شركي، وما بين أنه هو يعني مش حاب هذه المعايرة من المسلم. فهو حب يجمع بين أمرين متناقضين في الحقيقة، 3 و1. لذلك تجد أن النصارى يعني، وأكيد أنت حتحكينا إن شاء الله هكذا موقف تتذكره، وأنا ححكي يعني نعم. موقف. لا، هقول لك على حاجة ظريفة حاجزين في النقطة اللي بتتكلم فيها، ألا هي موضوع الوحدانية. المسيحيين فعلا خاصة في الدول العربية تأثروا أيما تأثر بالإسلام العظيم، خاصة في موضوع التوحيد، في تقديس الكتاب، حتى في الحشمة في بعض الأماكن في مصر زي أهلنا في الصعيد أو في الأرياف، هتلاقي منهم طبعا المسلمين هناك يعني خاصة في الصعيد وفي الأرياف نسبة الاحتشام ما شاء الله، يعني ربنا يبارك.
فالمسيحيين هناك في الصعيد وفي الأرياف اتعلموا منهم. حتى موضوع الغسل نفسه كان في إجابة لبابا شنودة لما قال طب احنا بنغسل المسيحيين، طب الفكرة دي جت منين؟ قال لك ده من باب العادات والتقاليد اللي هم أخدوها من المسلمين. والفيديو بتاع رفائيل لما كان بيتكلم على يقول لك الميكروفونات اللي بتدخل في أذهاننا دايما موضوع التوحيد، لكن لو جيت تفتح عندهم الكتاب، أتمنى يكون المرجع ظاهر قدامك. أيوة. تمام. الكتاب ده أخي زين قدم له ده كان إعداد القمص موسى واصف، قدم له مين بقى؟ قدم له قداسة البابا عندهم المعظم الأنبا شنودة الثالث، اسمه لاهوت ضد المسيح ضد الأريوسيين، بيناقش فكرة الوحدانية في المسيحية. والمرجع ده والله وهذه الصورة وحدها تكفي لهدم الإيمان المسيحي تماما، وأنهم يؤمنوا أن الإسلام هو دين الفطرة ودين التوحيد. المرجع يقول ونحن نعترف بأن الله واحد مثلث الأقانيم، لكننا ننكر تفرده. ننكر تفرده أي إنهم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، أن الله سبحانه وتعالى فرد صمد. ده هم بينكروه. هم الإيه بقى اللي بيؤمنوا بيه؟ فبيقولوا الأقانيم الثلاثة هم واحد. طيب أهو يا محمود قال لك إن الثلاثة هم واحد. ليه بقى؟ لأن الطبيعة الإلهية واحدة. زي ما احنا البشر دلوقتي طبيعتنا الإنسانية واحدة، لكننا أكتر من 8 مليار إنسان. فبعد كده بيكمل بيقول إيه؟ لأن الطبيعة الإلهية واحدة، من الآب في الابن بالولادة، ومن الآب في الروح القدس بالانبثاق. الأقانيم الثلاثة هم إله واحد وليسوا يا أخي زين فردا، وليسوا فردا واحد. يا الله. إذن يا شباب النقطة دي في غاية الأهمية، علشان ما يخدعكش المسيحي لما يجي يقول لك احنا بنؤمن بإله واحد. إله واحد يا شباب في المسيحية إيه معناها؟ في السطر اللي قبلها على طول، الأقانيم الثلاثة هم واحد لأن الطبيعة الإلهية واحد. فلما يجي يقول لك إن هم إله واحد، فهو يقصد إن الأب ده نوعه إله، الابن ده نوعه إله، الروح القدس ده نوعه إله، وبالتالي هم ليهم نفس النوع الواحد. عشان كده بيقول لك إله واحد. وحدانية النوع. أحسن، وحدانية النوع، لكنهم وليسوا فردا واحدا. طب أي مسيحي قاعد بيسمعني دلوقتي، انت ابوك شنودة هم قدم للكتاب بتاع القمص موسى واصف بيقول لك إلهك مش فرد واحد، بل خد عندك يا فندم نفس الكتاب صفحة 122 بيقولها بمنتهى الصراحة. بيقول لك وعندما نقول أو عندما يقول واحد، وحدة إيه؟ نشوف المساواة تميز بين الآب والابن، والوحدة لا تفصل الآب عن الابن. يعني يا مسيحي لما تشوف عندك كلمة وحدة ما بين الأقانيم تعني إنهم ما بينفصلوش، لكن لا تعني إن الثلاثة دول أصبحوا شخص واحد. بص تكملة الكلام بيقول إيه؟ المساواة تؤكد أن الابن واحد والآب آخر. أنت بتعبد دول يا مسيحي أنت بتعبد دول، الابن واحد والآب آخر، ولسه عندك واحد ثالث اللي هو روح القدس. والوحدة لا تعني شخصا واحدا، لا تعني شخصا واحدا. انت إلهك مش شخص واحد يا مسيحي، بل تعني وحدة الطبيعة ووحدة الجوهر. إذن زي ما حضرتك قلت يا أخي زين إن هو مورستان في موضوع 3 لا 1. أعتقد دلوقتي الموضوع بقى واضح، وحدة جوهر لكن 3 أشخاص مش شخص واحد. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. يعني بالفعل كما قال الأخ محمود يا أخواننا، أن وحدانية الإله عند النصارى مش إنه هو فرد صمد ذات واحدة شخص واحد، لا. هم الوحدانية عندهم مفهومها إن نوع واحد، إن الآب الأقنوم الأول والابن الأقنوم الثاني والروح القدس الأقنوم الثالث، هؤلاء نوعهم واحد. يعني بمعنى الآب نوع إله، الابن نوع إله، الروح القدس نوع إله، فهم يجمعهم النوع الواحد. يعني مش معنى أن واحد نوع ملائكي وواحد نوع إنساني واحد نوع إلهي، لا، هم كلهم نوعهم إله واحد كنوع، لكن كأفراد إلى 3 هم. هذا مصرح به في كتب الآباء. ولذلك بعض النصارى يحاولوا التدليس في قانون إيمانهم نفسه، مع أنه قانون الإيمان عندهم يقول يعني إله من إله. هذه يعني تكفي لكل عاقل كم إله هنا. يعني أنا لما أتيكم وأقول رجل من رجل، كم؟ 2. شمعة من شمعة، 2. إنسان من إنسان، امرأة من امرأة. ما فيش يعني إلا لا يتبادر للذهن إلا معنى واحد. فهنا يجيك النصراني. قبل كم يوم كنت أسمع مقطع
داود لمعي، القمص داود لمعي، وهو يقول احنا عندنا في قانون الإيمان بيقول نؤمن بإله واحد، وسكت. ولماذا لم تكمل يا داود لمعي؟ لماذا لا تكمل إن الجملة في قانون الإيمان عندك تقول نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل. ركز على الواو، في واحد ثاني مازال، يعني اللي ضابط الكل واحد، هذا معنى الجملة، اللي ضابط الكل واحد وهو الآب، القانون الأول. بس عندك تكملة، وبرب واحد يسوع المسيح، هكذا قانون الإيمان عندهم، تمام. وبعدها في أواخر قانون الإيمان يقول ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي. طيب لو هم إله واحد، إيه لازمتها أنه هو يقول لك نؤمن بآب ضابط الكل، ونؤمن بالرب يسوع، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي؟ ما كنت تقول نؤمن برب واحد وخلاص قضي الأمر. صحيح. ليش هذا التكرار؟ هذا يدل أن كل واحد له خاصية تفرد بها. الآب واحد في ضبط الكل، الابن هو وحده الذي تجسد، الروح القدس هو وحده الذي المحيي مثلا. فكل واحد له عمل منفرد، فلذلك يقول لك واحد في كذا، وواحد في كذا، وواحد في كذا. نعم. التفكيك المصطلح اللي انت قلته يا اخي زين، اللي هو لما داود لمعي بيقول لك اله واحد، انا شفت المقطع ده هو، وكمان حتى كان بشوي حلمي بيقول نفس الكلام. لما تسأل واحد من الاباء دول ويقول لك اله واحد، فتعرف على طول ان هو يقصد بيه وحدة النوع. عشان دي خدعة يا شباب، انا بحاول بس انا ابسط الكلام علشان الاخوة الجدد اللي بيستمعوا، ان انت تكون يعني فاهم الكلام اللي بيتقال ازاي، انك ما تنخدعش لما تلاقي مسيحي يقول لك لا اله الا الله. يا عم انا بقول اهو اله واحد. اله واحد 3 اشخاص، ما عندهمش ان هو شخص واحد يعني. تعرف على سيرة لا اله الا الله محمد رسول الله، شفت مقطع ذاك اليوم. نعم. شفت مقطع لهذاك اليوم لشنودة، الأنبا شنودة الثالث. نعم. بيحكي قصة، هو بيسرد هذه القصة، حدثت بينه وبين شيخ الأزهر السابق اللي هو تقريبا محمود شلتوت أظن اسمه، واحد من مشايخ الأزهر. نعم الشيخ شلتوت، اللي هو قبل الشيخ جاد الحق تقريبا، محمود نعم. شلتوت. محمود شلتوت نعم. المهم بيحكي قصة أنه حصلت معه، أن في مؤتمر صار بين الأنبا شنودة وبين الشيخ الأزهر السابق، طبعا الحالي ما يجرأ أنه يسأل سؤالها كذا، السابق يعني اللي هو الشيخ محمود شلتوت رحمه الله. في أثناء اللقاء شنودة يقول إن جاء شيخ الأزهر وسأله، وأنا بصراحة تعجبت إن سأله هذا السؤال. قال له أنتوا ليه مش بتؤمنوا بإله واحد يا قداسة البابا؟ فهنا شنودة رد عليه يعني مباشرة، قال له ومن قال لك يا فضيلة الإمام إن نحن لا نؤمن بإله واحد؟ فهنا شيخ الأزهر زنقه، قال طب ما توحده. والله هكذا بيرويها شنودة نفس القصة، قال طب ما توحده. هنا شنودة عمل فيها إيه؟ يعني إلى الخلف. قال لا، ما احنا مش لازم نستخدم المصطلحات الإسلامية ومش عارف إيه وكذا، وتملص من الإجابة. هذه القصة بيرويها نفسها شنودة، والله المقطع شفته من كم يوم، هو بنفسه بيروي هذه القصة. طب ما دام انت خلاص انت بتقول انك انت بتؤمن بإله واحد، طب وحد. طبعا هو حتى لو جامل يقول لك طيب ماشي لا اله الا الله، فرضنا قالها، هي بتتقال عادي بس المعنى نفسه والتفصيل نفسه ده هو الكارثة يعني. لما نضغط عليه في التفصيل، طيب ماذا تقصد بالوحدانية؟ هنا حيقول لك النوع، مش الفرد ان فرد ذات واحدة. بص هو ده بأي واحد يعني عايز يحلحل فكرة معينة ثابتة او يلتف حواليه، زي اللي عايز يحلل الخمور مثلا يقول لك دي مشروبات روحية، فاهم؟ عايز يحلل حاجة تانية بيديها مسمى غير المسمى بتاعها، زي ما بيعمل النكارة كده، ان هو يقول لك لا دي احنا نفرق بين التنزيل وما بين الكتاب وما بين مش عارف، ويقعد يدي لك شويه تفصيلات كده من الدماغ الشحروريه، فاهم؟ علشان يعمل ايه في النهايه؟ علشان اختراع يدي لك ايه كده، حاجه ميكس جديد يعني. فهو ده برضو نفس اللي بيعملوا المسيحيين لما بيقولوا في الاصطلاح بتاعهم حته اله واحد. اعتقد يعني
والله يا اخي زين، انا ما اعرف مرجع مثلا زي اللي احنا نشوفه ده. اتمنى تكون الصوره واضحه بالكامل. يعني قول لي يا اخي زين، لان هو الناس في دول لا كبيره. في كلمات عندي انا هنا مش ظاهرك لي، يعني طيب ظاهر نص الكتاب. مش ظاهره كلها. طب مثلا كده ثواني ثواني. امشي هكذا، حرك شوي. احاول بس اشوف اوكي ماشي، لحظه احاول اجيبها كده. انا فاتح بس من مكان كده ظاهره شويه. ايوه ظاهره من عند كلمه يوجد اله ورب اخر، هذه ظاهره. واللي قبلها مش ظاهر صح؟ لا اللي قبلها لا. طيب احنا نحاول نكبر قدر الاستطاعه ونعمل ايوه كده. انت لو تمشي كل مره تمشي هكذا وتتحرك ماشي يكون ماشي موضوع. ماشي اوكي ماشي. احنا نحاول نحرك كده من اليمين للشمال كده. اول الصفحه ظاهر كلمه معنى الكلام. ايوه كويس. ويجدون فيه. اوكي معنى الكلام ماشي حلو قوي. هنبدا من عند معنى الكلام ونمشي اليمين بقى ان شاء الله لغايه لما الدنيا تظبط. هنا بيقول لك ايه ده كتاب يا شباب النصوص المسيحيه في العصور الاولى بتاع يوستينوس الشهيد. ماشي. يعني كل مسيحي والله بيسمع وكل مسلم يعني تامل في كلام ابوك يوستينوس الشهيد. بيقول ايه؟ بيقول لك معنى الكلام ولكن لا يجدون فيه، او هنا نبدا من اول. وهنا سالتهم، بيقول لك وهنا سالتهم اذا كانوا قد فهموا هذا النص فاجابوا انهم يعرفون معنى الكلام. كان بيتكلم مع ناس جاب لهم نص من الكتاب المقدس فروحنا عارفين معنى الكلام، ولكن لا يجدون فيه ما يثبت انه يوجد الى جانب خالق العالم اي اله او رب اخر يذكر الروح القدس. يعني بيقولوا ليوستينوس احنا فهمنا النص لكن احنا مش لاقيين في النص حاجه بتثبت ان هناك اي اله او رب اخر بيذكر الروح القدس في الكتاب. يعني قلت، ده يوستينوس بيرد عليهم، اذا بما انكم تفهمون هذه النصوص من الكتاب المقدس ساحاول اثبات ما اقوله، اي انه يوجد اله ورب اخر، اله ورب اخر تحت الله خالق كل الأشياء كما هو مذكور في الكتاب المقدس. أي أنه يوجد إله ورب آخر تحت الله خالق كل الأشياء كما هو مذكور في الكتاب المقدس. يبقى آدي يوستينوس الشهيد يا فندم، أو زي ما بيلقبوه، بيقول لك يا جماعة الكتاب المقدس والروح القدس ذكر أن هناك إله ورب آخر تحت الله خالق كل الأشياء. هذا كله شهيد. ده شهيد طبعا. شهيد الشرك، شهيد ابو لهب. يعني اعوذ بالله. فيجي لك بقى مسيحي بعد كده يقول لك احنا موحدين. فيا مسيحي حتى لا نطيل في نقطه التوحيد، لكن والله يا جماعه كل مسلم بيسمع احمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التوحيد ونعمه الاسلام. الله سبحانه وتعالى اصطفاك بنعمه الاسلام وولدت على نعمه الاسلام، وهذه والله ايما نعمه الواحد مش عارف قدرها، وما انا كشخص ما عرفت قدرها إلا بالضد تعرف الأشياء. لما قرأت في كتب النصارى قلت إيه ده يا جدعان؟ يعني ده الواحد معاه والله كنز، والواحد لو حصل ما حصل ولم يبتلى في دينه فهو في عافية. والله ما دمت لم تبتلى في دينك أي في الإسلام فأنت في عافية. الله سبحانه وتعالى يثبتنا جميعا يا رب. يا رب اللهم آمين. اللهم آمين. ولذلك حنختم بهذه النقطة. نعم. في هذا الباب إن النصارى عشان يجمعوا بين موضوع ان نحن بنؤمن بثلاثة، وعشان المسلمين بيؤمنوا بواحد نقول يلا نحن بنؤمن واحد. بيحاولوا يعني يقربوا الصورة قدر الامكان. طبعا كل ما بيقربوا الصورة كل ما يقعوا في هرطقة جديدة اساسا. يعني نعم. هم اصلا انا على فكرة وانت عارف اكيد هذا الكلام، كل شروحات الكنيسة اليوم للثالوث بالامثلة التي يعطونها كلها امثلة هرطقية. يعني نحن لو قرأنا كتب الهراطقة الأوائل وشفنا هذه الأمثلة حنشوف إن هم بيشرحوا عقيدة الهراطقة اللي حاربوهم بالمحبة سنين. نعم. طب ليه حاربتوهم هذه الأمثلة؟ المهم، في واحد أظنك تعرفه على البالتوك كان يسمى بيوحنا كشري. تذكرته ولا لا؟ يوحنا كشري ملقب بذلك. انت لو تكتب على اليوتيوب مناظرة يوحنا كشري مثلا والكذا تطلع لك. والله لا ادري، مش متذكر اسمه، بس ممكن فاكر اسمه، وده ممكن اللقب بتاعه، لكن اسمه اكيد ممكن اكون فاكر اسمه. هو كان يطلق عليه، هو طبعا اسمه يوحنا بس كشري. هذه حقول لك ليش يعني. طبعا واسال عنها القصة، اسال عنها الاخ معوض توفيق عارف القصة. هذا الاخ يا اخ، هذا قصدي هذا النصراني في البلتوك كانت له مناظرة مع
أحد المحاورين المسلمين، فكالعادة كان الحوار عن الثالوث وكذا. فيوحنا هذا كان يريد أن يقرب الصورة أن الثالوث هؤلاء هم ثلاثة بس هو واحد في نفس الوقت. فأراد أن يقرب الصورة، أعطى مثال بالكشري. والله جد. أعطى مثالا بالكشري. فقال للمحاور المسلم، قال له أنت زي كده عندك طبق الكشري، وأنت طبق الكشري مكون من إيه عندكم؟ أنا نسيت معلش. إحنا ده يا باشا رز ومكرونة وعدس. بالضبط. عندك في بصل بقى حاجات تانية، ممكن نوصل ل7 8 أقانيم في الآخر يعني. خلينا في الثلاثة. رز وعدس وبصل وعدس. اي حاجه مش فارقه. نعم. هو ربوع ولا ثالوث الكشري بتاعه؟ هو سامون يا باشا، و8 مش 4. لا، فيه المكونات الاساسيه 3. رز ومكرونه وعدس، ده الاساسي. ايوه هو يقصد هذه بالضبط. نعم. اللي هي المكونات الاساسيه. فهو قال لك رز ومكرونه وعدس. والله اقسم. قال لكن لما بيتقدم لك الطبق ده، بيتقدم لك كشري واحد ولا 3 كشريات؟ لا طبعا المحاور المسلم قال له لا طبعا كشري واحد. قال هو كده الثالوث هم 3 بس يعني بيجيك واحد. طبعا من هذا اليوم سموه يوحنا كشري. لقب بهذا اللقب لانه ضرب مثالا بالكشري. كان داود اسمه ايه ده اللي هو بتاع النسكافيه ده، واحد عندهم قس، احنا كنا بنقول الكلام ده، موسى نبيل، كان بيقول لك زي النسكافيه 3 في 1. انا عرضنا الفيديو اكتر مره، لو ممكن حد يبعته لي على التليجرام حتى نسمعه للناس اللي اول مره يمكن ما سمعتوش. كنا بنقول الكلام ده زمان. والله نعم، بيقول لك ان هو زي النسكافيه 3 في 1 وفرحان وفخور بالموضوع ده، ويقول لك ده ينفع المثال ده اللي بتوع ثانوي واللي بتوع اعدادي وحاجات زي كده. فاللي هو الكلام ده احنا كنا بنقول احنا بنسخر بيه، فهم دلوقتي لا بقى عندهم متقبلين يا جماعه زي النسكافيه اللي هو 3 في 1 وقشطه يعني. فيعني اله من المنبهات، فحلو يعني. لا حول ولا قوة. والله يعني حالهم للاسف يعني. اسمع الفيديو يا حبيبي، اسمعوا كده. وثانوي بنستخدم لهم تشبيه حلو قوي قوي. بنستخدم لهم تشبيه ما تضحكوش يعني. هو عارف اصلا ان الناس هتضحك، هو عارف ده يا جماعه. القس موسى نبيل بيستخدموا الاعدادي والثانوي عشان تعرفوا بس التخلف اللي احنا بنعاني معاه والله. طيب بص جماعه بتوع اعدادي وثانوي بنستخدم لهم تشبيه حلو قوي 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 قوي. ده هو معجب بيه. اتفضل حبيبي. هذا موسى نبيل، هذا المدرس في المعهد احد المعاهد اللاهوتيه صح؟ الإكليريكية. نعم. ده عنده مدرس معتمد هذا. نعم هستنى اوريكم فيديو دلوقتي، وقاعد في وسط كنيسه وبيشرح ومحاضره يعني مدرس معتمد يشبه لك الاله بالنسكافيه يا باشا. ادي الفيديو اهو قدام الناس. يمكن معلش قلنا الصوره الله يبارك فيك. ماشي حاضر. احاول اظبط لك الصوره، مش واضحه، لحظه واحده بس لو تمشي يعني بس على جنبه. ماشي. ده اهو موسى نبيل. استنى انا بحاول. خلاص هكذا كويس. ايوه ممتاز هكذا. ده موسى نبيل. تمام. شايفه ده بتوع اعدادي وثانوي بنستخدم لهم عوده من الاول قوي. ماشي تمام. جماعه بتوع اعدادي وثانوي بنستخدم لهم تشبيه حلو قوي قوي. بنستخدم لهم تشبيه ما تضحكوش. ماشي. عارفين ال3 في 1 النسكافيه 3 في 1؟ يخرب بيتك يا بعيد. كمل. هم العيال في مره قالوا لي كده، قلت لهم طب ايه رايكم ان ده واحد من التشبيهات اللي ممكن نستخدمها اللي هو يعني قشطه ماشي. ده العيال هم اللي قالوا له، العيال المسيحيين اكيد سمعونا واحنا بنقول كده، فراح قالوا له النسكافيه 3 في 1. قال لك تصدقوا ان احنا ممكن نستخدمها، اللي هو عادي يعني، مش عاتق اي حاجه. الفارق طبعا حاشا لله ان اقدر يعني اشبهه بحاجه زي دي، بس انا حاشا ان الله لله ان هو يكون نسكافيه، لكن يكون رغيف عيش عادي. يكون خمره قشطه، لكن يكون نسكافيه لا. فالراجل ده شكله. لا انت عارف العجب. طيب ما دام انت عارف انه حاشا، طب بتدي المثال ليه؟ ما دام هو حاشا بتدي المثال ليه؟ عشان يغذي روح التخلف عند الناس اللي قاعده بتسمع، واللي هو دماغ الواحد تحس انه قاعد بقى سفيه. والله انه قاعد تخيل بالله عليك، بالله يعني خلينا نتخيل احنا كمسلمين كده، انت قاعد تسمع خطبه جمعه والامام مثلا عمال بيكلمك عن عظمه الله سبحانه وتعالى، عن وحدانيه الله، ويقول لك نسكافيه.
ولا كافي ميكس ولا أي حاجة. فعلا مصيبة. هل انت سمعت حاجة من السفه ده ان هي ممكن تتقال في اي باب من ابواب الاعتقاد، اعتقادك انت كمسلم؟ فده عشان تعرف المرحلة اللي هم وصلوا ليها ومدى الضغط اللي هم بيعانوا منه بفضل الله سبحانه وتعالى في الكنيسة. فاللي هم بقوا يسمعوا مننا وبقوا يطبعوا مع ده. على فكرة يا اخي زين، النقطة دي مهمة جدا، اتكلمت فيها كتير. لو تلاحظ ده عندك في البثوث هتلاقي ان المسيحيين بدأوا يطبعوا مع الشرك. يعني انا مشرك، هم 3، هو 3 اشخاص، هم 3 آلهة. بدأ يطبع مع الموضوع ده، والكلام ده ما كانش بيتقال قبل كده. بس ده بيرتكز عليه علشان يثبت على مسيحيته، بيرتكز على الحقد على الإسلام، إنه شايف إن الإسلام أسوأ من المسيحية وفقا للتصور اللي زرعته فيه الكنيسة، إن الإسلام أسوأ من المسيحية. فالمسيحية أوكي فيها شرك ووحشة، بس هي أحسن من الإسلام. فبدأوا يطبعوا مع الموضوع ده يعني. الله يجزيك خير يا خالد. انا هعلق على هذا الموضوع بعد نهايه الفيديو، عندي تعليق ان شاء الله. نعم، لا هو بنفس الفكره يعني. في الفيديو بدأ اهو بص يشرح لك. خلاص الفيديو ازاي. انا بتكلم على قهوه، ما انت بعد ما بتعملها بتبقى ايه؟ قهوه، لكنها مكونه من ايه؟ 3 حاجات: القهوه والسكر والكريمر. تقدر تفرقهم عن بعض. على فكرة والله في فيديو على اليوتيوب واحد جاب كيس نسكافيه 3 في 1 وفرق ال3 عن بعض عشان تعرف. بس ماشي نكمل. طلعت البودرة بتاعت الكيس واخدين بالكم وحطيتها قدامك، تقدر تطلع ده لوحده ده لوحده ده لوحده؟ لا، غير منفصلين. ومع ذلك القهوة ليها طعمها، والسكر له طعمه، والكريمر هو اللي بيدي البياض. يعني هو يريد ان يقول لنا ان القنوم الاول له طعم، والقنوم الثاني له طعم. ده طعم ولا كيف؟ ايوه، كل واحد ليه طعم. وهنا طبعا دي هرطقه يا شباب، لانه حول ال3 دول ان الاله بتاعه مكون من اجزاء، ودي هرطقه التجزئه. رقم 2 ان ال3 مش من نفس الجوهر، لانه بيقول لك ده كريمر وده قهوه ومش عارف الثالث ده سكر. طب جوهر السكر غير جوهر القهوه. السكر ده جاي منين؟ من قصب السكر. القهوه ده جاي منين؟ جاي من الحبوب بتاعه البن. وبالتالي ده جوهر مختلف عن جوهر آخر، جوهر تاني. فالكنيسة المصرية هي كنيسة سابلية بامتياز. المفروض يسموها كده يعني الكرازة السابلية، مش الكرازة المرقسية، ولا لهم علاقة أصلا بال ولا مرقس يعرفهم ولا مرقس يعرفهم على رأيك والله. والله على فكرة، على سيرة التطبيع اللي ذكرته قبل قليل، نعم، قبل يومين أنا شفت مقطع لهذا القمص كيلوباترا هذا ولا فيلوباتير ولا مش عارف ايش اسمه. نعم. المهم عامل على اساس ايش؟ طبعا انا مراسله من شهر 1 دعوته للمناظره. نعم. يعني لو انت رديت علي على المناظره يبقى هو رد علي، فما ردش. دعوته للمناظره من شهر 1، احنا حاليا خلاص في اواخر شهر 3. بعدين اكتشفت انه هو عامل فيديو رافض فكره المناظرات اساسا. هو يعني ايوه صحيح، بتاع اني انا احط الكاميرا قدامي واكذب وادلس واعمل اللي انا الذي اريده. ايوه مع نفسي. هذا بس سهله، تحط الكاميرا امامك وتكذب كما تريد. يعني ما فيش حد حيسكتك، ولا في حد حيوقفك، ولا في حد حيحرجك يقول لك افتح النص، كمل النص، طلع النص كذا. هنا اهميه المناظرات. في المناظرات يبان الصادق من الكاذب. اما اذا على فتح كاميرا فحتى الطفل الصغير ممكن يفتح كاميرا ويقول لك البخاري فيه وفيه وفيه، عادي يكذب عادي. لكن تعال في المناظرات ليتبين مستواك. هو رافض فكرة المناظرات. المهم عامل مقطع من كم يوم، يعني جايب لي جزئية من مقطع لي وعلى أساس يرد عليه. طبعا أنا أساسا ما بردش بمقاطع من فترة طويلة جدا. أنا دايما أقول لهم أنا رجل ميدان، أنا رجل بثوث مباشرة. عندك شيء تعلي في البث المباشر. أما تطلع لي ما في واحد ثاني نصراني، واحد ثاني أصلع كل مرة طالع بفيديو مهدوم حضرة الشيخ، يعني على أساس يخفف في دمه يعني وكذا. مهدوم حضرة الشيخ. طيب المهضوم هذا تعال ناظره في البث المباشر. لا ما فيش. عند المناظرات ما يعني خلاص يعرعر يعرعر في البرية كما قال نص كتاب. فبالتالي هؤلاء كلهم أقول لهم عندك شيء تفضل تعال في البث المباشر، خلي الناس كلهم يسمعوا.
اما تعمل لي مقطع وزين يفعل وزين يدلس وزين، طب تعال بين تدليسه في البث المباشر وافضحها امام الالاف مثلا. على فكره انا رديت اصلا على الفيديو ده اللي هو عمله، بس قبل ما ارد انا في صوره انا عاملها له، بس والله الصوره دي مش الهدف منها التريقه، واتمنى انها تبقى واضحه بشكل يعني مظبوط. اعرضها دلوقتي. بص الصوره دي هي معبره جدا والله، هي معبره فعلا عن حاله، اللي هو ايه، علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رمى نفسه، اللي هو ماسك يعني رمح، واللي هو ايه عمال بيدب في نفسه، اصلا هو عمال بيسجل اهداف، الاهداف دي والله هو بيسجلها في نفسه حرفيا. والله طيب. فارس. لا لو حبيت والله يا حاج زين، ثواني اشغل لك جزء بس من الفيديو ده. هو انكر فيها ان الله سبحانه وتعالى واحد احد، انكر فيها المقطع اللي بتتكلم عليها. نعم تفضل كمل، قول ممكن اعرضها لك. هذا هو التعليق، هو انه يعني جايب لي جزئيه. نعم. قلت فيه ان الاسلام تميز بالتوحيد والنصرانيه تميزت بالشرك. نعم. طيب انت ماذا تريد؟ يعني تريد ان تثبت ان النصرانيه توحيد مثلا؟ انا مش فاهم انا، يعني انت تريد ان ترد مفروض هكذا. طلع الباشا في الاخر ماذا فعل؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا اخي ابراهيم، بارك الله فيك. فتخيل ماذا قال، واكيد انت سمعت الكلمه يا اخ محمود. قال عادي احنا عندنا، لو على اساس بحجج المسلمين، احنا عندنا ان ربنا ليه صفات، وهذه النقطه اريدك ان تعلق عليها وانا اعلق عليها ان شاء الله. انه ربنا بيتكلم. طب قبل ما يخلق الخلق كان بيتكلم مع مين؟ قال لك لازم يكون بيتكلم مع الاقانيم اللي جنبه. الاب بيتكلم مع الابن، والابن بيتكلم مع الروح القدس، وده بيحب ده وده يا دي النيله، ده انت اثبتت الشرك عندك في النصرانيه وجاي ترد عليه على مصطبه. عايزنا نعبد حفنه من الالهه قاعدين بيتكلموا مع بعض، ده بيتكلم مع ده وده بيتكلم. طب فين الوحدانيه؟ يعني قاعدين في سهره يدردشوا مع بعضهم ولا كده؟ خلاص هذا هو الكلام الذي انا قلت النصرانيه الشرك. ما هو هذا، اذا كان هذا ليس شركا فما في الكون شرك. يعني هم قاعدين بيدردشوا مع بعضهم، تقول لي الاب بيدردش مع الابن، بيدردش مع الروح القدس، ده بيحب ده بيحب ده، وده ايه الكلمه اللي قالها مش عارف بيعمل ايه، المهم بيعملوا يعني ايه اسره مع بعضهم. بص الفيديو هو بينفي اصلا فكره اله مفرد حسب تعبيره. بص هو بيقول ايه، مفرد وتريحوا نفسه. ليه يا ابونا؟ ليه يا ابونا الهكم ما يكونش اله واحد بس؟ يعني هو بص بيستنكر ده، يعني هو بيسأل اسئله وبيستنكرها. بص اله واحد مفرد، وتريحوا دماغكم من موضوع الثالوث القدوس، وتبقوا ماشيين زي ما الناس ماشيه، على الاقل بالمره تكونوا موحدين بالله. يبقى اله واحد في الربوبيه، خالق واحد اله واحد في الربوبيه، خالق واحد. ده كل ده اسئله اعتراضيه اصلا، هو رافض ان يكون اله واحد في الربوبيه خالق واحد. يبقى اله بسيط غير مركب، ما فيهوش اقانيم، ما يبقاش فيه تمايز بين الاقانيم وبعضها. يعني عايز تقول باختصار ليه ما تؤمنوش باله المسلمين؟ طب هنا بقى نقطه خطيره والله يا اخي زين، ان هو اله واحد مفرد لا شريك له في الربوبيه، وقال لك لا شريك له في الخلق اللي هو اصل الربوبيه، قال لك باختصار اله المسلمين. يخرب بيتك يا بعيد، انت مدار اباركها مغشوشه. ما انت كده بتقول ان ده مش الهك. انت بتقول ان الهك مش اله مفرد، مش اله عنده شرك في الربوبيه، اله عنده شرك في الخلق، وده اللي بيأكد عليه اصلا في تكمله الفيديو والله. لا حلو والله، بركه مغشوشه. والله عشان كده يعني انا يعني الصوره دي انا استحق على جائزه نوبل والله، اللي هو علمته الرمايه فلما اشتد ساعده راح رمى نفسه. ما ده مش منطق. لا بص في تكمله الفيديو، بص. وتريح دماغك وما تخشش في نقاشات وترضي كل الناس وتعيش في سلام، خصوصا ان الشيخ زين خير الله بيقول ان افضليه اله الاسلام انه اله واحد، انك انت افضليه الاسلام عن المسيحيه ان الاسلام ديانه توحيد، من وجهة نظره ان المسيحية مش ديانة توحيد. وكمان الاخ اللي عمال يقول اله واله ورب ورب، وعمال يكلمنا حوالين التثليث وحوالين الثالوث ومعترض عليه، هتريحوا دماغكم من المشاكل دي كلها. بيني وبينكم انا فكرت وقلت هو يا ريته ما فكر فعلا. انا والله بص انا بوجه له جمله وجهها برضو يعني من المنبر بتاعك. انت يا فلوباتير دماغك دي مش للتفكير والله، دماغك دي يستفيد منها اتنين، الامل والحلاق.
بس ولو كنت اصلع خلاص ما حدش هيستفيد منها، ولا امله ولا حلاق ولا اي حاجه. يعني دي والله مش للتفكير، ويا ريتك ما فكرت والله. بص بقى التفكير بقى يا باشا، بص. ما تيجي نفكر في المسألة من وجهة نظر أخرى. هو احنا ليه دايما واحنا بنرد على الناس دي بنحاول نرد ونثبت لهم إن الإيمان بثالوث قدوس هي العقيدة السليمة اللي المفروض أعلنها الله في الكتاب المقدس، ونقعد نخش معاهم في مهاترات؟ ما تيجي نجيبها بالعكس. هو احنا ليه واخدين دايرة الدفاع؟ نحن لا نستطيع أن نؤمن بإله منفرد. ايه لا تستطيع؟ ايه لا نستطيع ان نؤمن باله منفرد؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بعيد. انا ما اعرفش انت طالينك ازاي. ايوه هذا على اساس عامل فيديو يرد علي وعليك وعلى المحاورين. نعم ان هم مش مشركين. هم مش مشركين. وبيكلمك بقى يقول لك لماذا لا نستطيع ان نؤمن باله واحد منفرد؟ بجد والله لا، ده هيكلمنا عن مساوئ التوحيد يعني. بص ايوه كمل يا فندم. الدفاع. نحن لا نستطيع ان نؤمن باله منفرد، لا نستطيع ان نؤمن باله اقنوم واحد. ما نقدرش نعمل كده. ده بيكررها ما يقدرش. ليه؟ علشان اللي هقوله لك النهارده في الفيديو. مشكلة وجود اله واحد منعزل منفرد. ده بيكرر مشكلة وجود اله واحد منفرد. يعني بصوا يا جماعة، الراجل طالع يكلمك عن مساوئ التوحيد، انت ازاي تؤمن بإله واحد منفرد؟ لا يا حبيبي تعالى انا اوضح لك بقى الاشكالية. طبعا نوضح الاشكالية الخايسة. تعال اعطيك مميزات الشرك. عندك واحد اله مشغول هتلاقي التاني موجود بتاع، هي جمعية ودايرة الثلاثة قاعدين بيكلموا بعض. لو عليك تعليق على الجزء ده قبل ما نطرح الاشكالية اللي طرحها ونلطش فيها. لا توكل على الله. تمام. بصوا يا جماعة بقى الاشكالية هو بيتكلم فيها هيدخلنا في مشكلة ضخمة. ومن كتر ما احنا مركزين في الرد على موضوع الثالوث القدوس بننسى اصلا نشرح المشكلة دي. لو امنا بإله واحد منفرد ومنعزل وبلا اقانيم متميزة داخله، هندخل في مشكلة ان الله قبل الخلق ما كانش ينفع يحب. إلهك قبل ما يخلق، إلهك المنفرد ده الأقنوم الواحد ده قبل ما يخلق كان بيعمل إيه؟ لو هو لوحده تماما يبقى هيكون بلا حب بلا كلام بلا علاقة. أكيد ما بيكلمش مع حد، مفيش حد موجود، ما هو مفيش خليقة، هيتكلم مع مين؟ وأكيد ما بيحبش، لأنه هيحب مين؟ ما هو مفيش حد، احنا بنتكلم عن الأزل. هو بقى جاي يثبتك ان في حد. يعني هو بيعترض عليك انت كده لله مفيش حد. ما انت جاي عايز تقنعني بيه؟ انا عايز اقنعك ان كان في حد، بل حدين كمان. تمام. في اله ثاني معاه بيحبك. والثالث بقى انت هتهضم حق دايما منسي والله. الروح القدس عندهم مش عارف ليه. قبل حتى خلقة الشيطان اللي بيصور لك العقيدة دي، وقبل ما تخلق انا، وقبل ما تخلق النفس البشرية، وقبل ما تتخلق الارض، قبل ما تخلق اي حد، فين علاقة الحب؟ فين علاقة الكلام الحوار؟ عشان كده بنأكد ونقول ان الشيطان هو اللي بيحاول يثبت الفكرة دي. هو يريد اظهار الله بهذه الصورة الغريبة الناقصة. تخيل مدى الفحش ان يقول لك الشيطان هو اللي بيثبت الصورة دي، انه يظهر الله بالصورة الغريبة الناقصة ان الله سبحانه وتعالى واحد احد، ان الله سبحانه وتعالى فرد صمد. ده الشيطان، ده تصور الشيطان. امال ايه بقى مش تصور الشيطان؟ ان كان في قاعد مع حد تاني وحد تالت والثلاثه قاعدين ايه عمالين غديوه مع بعض، قاعدين ايه بيحكوا. طبعا الشباب الاشكاليه اللي هو طرحها دي اشكاليه متهافته تماما، وقعد كررها بنفس الصيغه اكتر من مره. المفاد الاشكاليه دي ايه، او اللي هو بيظن انها اشكاليه، ورديت عليها في قناتي على اليوتيوب من يمكن 4-5 سنين ولا اكتر يعني. كان بيقول ان الاله قبل ما يخلق الخلق، فبيقول لك من صفات الاله انه بيحب، طيب او بيسمع او بيتكلم. فبيقول لك الاله كان بيتكلم وبيسمع وبيحب مين قبل ما يخلق؟ فبيقول لك لو انت قلت ان الاله خلق الخلق علشان يسمع الخلق دول، يعني الاله يسمعهم او الاله يحبهم او الاله يتكلم معاهم، فيقول لك كده يبقى الاله محتاج للخلق، واحتاج الاله انه يخلق الخلق علشان صفاته دي تبقى مفعلة حسب تعبيراتهم، يعني حسب التعبيرات المسيحية ان الصفات دي تبقى مفعلة. فبيقول لك ما دام الله محتاج يبقى كده ايه، ده مش اله. طيب قبل اي حاجة اصلا انت ما عندكش مشكلة ان يكون الله محتاج اصلا. انت كمسيحي ما عندك مشكلة ان الاله يحتاج، لان انت عندك يا فندم في انجيل متى 21 النص رقم 3 لما الاله كان محتاج لحاجة مهمة جدا بقى بيقول لك وان قال لكم احد شيئا فقولا. ثواني بس نصغر الكلام شوية عشان يظهر قدام الناس. نعم بيقول لك وإن قال لكم أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. الرب محتاج إليهما. الرب بقى محتاج لإيه يا فندم؟ محتاج لجحش وحمار. يعني النص بيكلمك عن الجحش وعن الحمار. الرب محتاج.
وده النص اللي قبله. فانت ما عندكش مشكله ابتداء ان الرب يحتاج اصلا، بس يا ريته يحتاج عربيه لامبورجيني فراري بتاع حاجه زي كده. لا ده حمار وجحش. غاويين فقر انت والله، غاويين فقر. طيب الرد على الاشكاليه المتهافته دي يا شباب بسؤال بسيط جدا برضه. ماشي، انت تقصد تقول كده يا كولدير ان الاله علشان يسمع، فلو قلت ان هو خلق الخلق عشان يسمعهم او يتكلم معاهم كده محتاج للخلق، فكده ما بقاش اله. اوكي، ايه الحل عندك يا مسيحي؟ يقول لك الحل ان كان في اقنوم تاني، شخص تاني، واقنوم تالت، شخص تالت الهي، التلاته قاعدين بيتكلموا مع بعض وبيسمعوا بعض وبيحبوا بعض. طب في سؤال، صفة الخلق، صفة الخلق أليست هي صفة أزلية؟ نعم. قول لي بقى إلهك قبل ما يخلق الخلق خلق مين؟ ها، خلق مين قبل ما يخلق الخلق؟ هل خلق أحد الأقانيم؟ ولو خلق أحد الأقانيم فيبقى الأقنوم ده كده، هيبقى الأقنوم ده كده في النهاية هيبقى مش إله، هيبقى مخلوق. إذن والعظمة أي حاجة، وصفة العدل، هو كان في ظلم عشان يبقى في عدل أصلا؟ أو مثلا إن الإله لما فعل من أفعاله مثلا اللي هو الانتقام، الرب منتقم، الرب جبار. هم بيفهموا جبار دي بمعنى اللي هو بقى إيه، شيء متوحش. حلو، الرب منتقم وجبار، الرب ذو سخط زي ما موجود في سفر ملاخي. جبار على مين؟ على الاقنوم الثاني؟ انا اعتقد على الاقنوم الثالث، لان هو مهضوم حقه تمام. انا حاسس ان الاثنين بيتجبروا على الثالث. جايبينه عشان يتجبروا عليه وعشان يسمعوه. نعم. اشكاليه تافهه ومتهافته جدا. اما بالنسبه لينا احنا كمسلمين الموضوع في منتهى البساطه يا شباب، ان في صفات، الصفات الذاتيه لله سبحانه وتعالى هي صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، يعني غير متعلقه بالمشيئه. زي صفه السمع، هل انا اقول ان الله سبحانه وتعالى يسمع اذا شاء؟ لا. هل انا اقول الله سبحانه وتعالى حكيم اذا شاء؟ هو مش ممكن اصلا، يعني غير متصور ان الله سبحانه وتعالى الا ان يكون حكيما، والا ما بقاش اصلا اله. فدي صفات ذاتيه في الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات غير متعلقه بالمشيئه. وفي صفات فعليه وهي متعلقه بالمشيئه، زي صفه الكلام، زي صفه الكلام ان الله سبحانه وتعالى اذا شاء تكلم، فدي صفه فعليه في الله سبحانه وتعالى. وفي صفات ذاتيه فعليه، هي ذاتية من حيث أصلها، يعني هذه الصفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى أي أزلية، زي صفة الكلام. أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الأزلية أنه متصف بأنه متكلم، أنه يتكلم إذا شاء الله سبحانه وتعالى تكلم. فما تجيش تقول لي أصل قبل وبعد، غير قبل وبعد ده أنت بتتكلم عن زمن، بتتكلم عن زمن، وعن زمن بالنسبة لك أنت مخلوق. يعني القبلية والبعدية اللي أنت بتحكي فيها دي بتحكي عنها من وجهة نظرك أنت كإنسان، وعندك زمن مخلوق، وبالتالي انت بتتكلم من تصور بشري، بتقيس الاله اللي خلقك عليك انت ذو الصفات المحدودة. فالسؤال فيستك وقلبناه عليك يا كولدير، سؤال بسيط جدا، قبل ما الهك يخلق الخلق كيف كان خالقا؟ فقط. اتفضل حبيبي. وعلى فكرة هو هنا ارتكبوا مغالطة. نعم. المغالطة لأنه إذا لم يشأ استخدام مثلا هذه الصفة، أو يعني كتقريب طبعا للصورة قلت استخدام يعني وكذا، معناته الصفة مش موجودة. يعني نعم. إذا نعم. هو من يعني الصورة التي أراد أن يوصلها أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يتكلم إذا صفة الكلام ليست موجودة فيه. نعم. وهذه مغالطة. نعم. لا يعني أن الله عز وجل لم يتكلم، لا يعني نفي صفة الكلام عنه. يعني الآن مثلا الأخ محمود قاعد ساكت لا يتكلم، هل ليس عنده صفة الكلام؟ موجودة في صفة الكلام، لكنه في هذه اللحظات لم يشأ أن يتكلم. فيعني ده موضوع طبعا بسيط، لأن في برضه تسلسل حوادث وموضوع يعني أكبر وكده، لكن ده حاجة بس بسيطة نحن نضرب بيها الكلام ده سواء قبل ذلك أو لم يقبل. لكن نعم، لكن دي إشكالية هو ما يقدرش يرد عليها. نعم. فبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء الكلام. نعم. ففي صفات لله عز وجل متعلقة بالمشيئة، مش يسأل هذا لا طب الإله محب، طب كان بيحب مين قبل الخلق؟ ايه الكلام العبيط هذا؟ طيب فرضنا يعني الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يحب قبل الخلق، هل هذا يعني أن الصفة ليست موجودة؟ موجودة، لكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. نعم. أن يحب، لكن الصفة موجودة.
هو بالتصور ده يا اخي زين، اللي هو يعني لما يتخيل ان عنده الكتاب بيقول لك الرب منتقم وذو سخط، وهتلاقي بيقول لك عندهم ان الرب كثير الرحمه او اتصف بالرحمه. طب انت هتقدر تتصور الاثنين دول بالعقليه دي؟ هتصور الاثنين دول مع بعض ازاي؟ اذا شاء رحم واذا لم يشاء لم يرحم. وعندهم النص اللي هو موجود، انا عرضته برضو لما كنت انا برد عليه، النص اللي هو فانه يقصي من يشاء في رساله روميا. نعم. ادي النص اهو بيقول يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فاذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فاذا شاء الهك رحم واذا شاء يقسي. فانت قول لي بقى، الهك كان بيرحم مين قبل ما يخلق الخلق، وكان بيقسي مين قبل ما يخلق الخلق؟ وهنا الامر هو معلق على المشيئه، يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فممكن تلاقيه واحد رحمه وواحد يقسي قلبه، زي فرعون اللي كان بيتكلم عنه سياق هذا النص. فده تخيلوا يا جماعه، ده اللي الكنيسه يا اخونا زين مصدراه عشان يرد. بالله ده مستوى. وعلى فكرة يا أخ محمود، على صفة الرحمة، هو لا يستطيع أن يقول أنه كان بيرحم الابن والروح القدس، لأن حتى الابن والروح القدس ما رحمهمش. الابن خلاه يتصلب، والروح القدس طبعا احنا يعني عارفين الحكاية بتاعته، يعني ايه اللي حصل معه. يعني هذه الصفة حتى مع الأقانيم الثانية ما مارسهاش هذه الصفة. نعم. الأقنوم الأول الآب ما مارسش صفة الرحمة لا مع الابن. نعم. فتركه لليهود والرومان يصلبونه. نعم. والروح القدس طبعا معروف، يعني لا رحمه ولا جبر الخاطر. الكتاب بيقول لم يشفق، الذي لم يشفق على ابنه الوحيد، لم يشفق على ابنه الوحيد. فتخيل ده لم يشفق عليه. فده كان واحد من الهلاهيل اللي بتصدرهم الكنيسة علشان يطلعوا ان هم يفكروا، مجرد تفكير ان هم يردوا علينا. على فكرة اخي زين، يعني كان في فيديو مش عارف انت شفته ولا لا، بس بفضل الله سبحانه وتعالى والله يا جماعة انا حابب طبعا. جزاك الله خيرا يا اخ ابراهيم العولقي، بارك الله فيك. الله يجزي خير يا اخي ابراهيم، ربنا يحفظك، رب يبارك فيك ويجعل في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب. ان انا طبعا حابب اشكر الاخوه الافاضل جميعا اللي هم بيساهموا في موضوع نشر الحلقات، موضوع نشر مقاطع الريلز والشورت والكلام ده كله. الكلام ده يا جماعه والله بيأثر بشده شديده الشده في الكنيسه. ما تعرفوا قد ايه التأثير ده، وان بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب التأثير ده، وانتم شركاء هذا العمل بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يتقبل من الجميع، ان الكنيسة والله يا اخونا زين عارف يعني خلاص الموضوع بقى عن مكشوف. يعني انت تتخيل يا اخونا زين ان في محاضرة اتعملت في مؤتمر، المؤتمر ده كان حاضر الانبا اسمه مارتينوس تقريبا. الراجل ده اسقف عام. تخيل يا اخي زين بيعرضوا على البروجيكتور. ايه اللي بيتعرض؟ يعني يعرضوا صور مين مثلا بتتعرض على البروجيكتور؟ المعبود بتاعهم ولا يعني مثلا صورة المعبود بتاعهم، صورة كهنة، صورة قساوسة، صورة بتاع. تعال انا اوريك نشغل الفيديو مع بعض دلوقتي اللي بيتكلم ده. ليش بيعرضوا صورتك انت يعني؟ لا يا عم مش للدرجة دي، يعني للدرجة دي. طيب تعال نشوف. بص يا حبيبي، ادي عندك هنا، نحاول بس نصغر البتاع، نخليه كادر، نخليه في النص عشان بس يكون ان هو واضح قدر الاستطاعة ان شاء الله قصاد الناس. ماشي. بص دي كلها ناس موجودة في الكنيسة. طيب بص الناس قد ايه، ده مؤتمر سنوي. تعال بقى نسمع ونشوف بقى الصور اللي كانوا عارضينها. اتفضل يا فندم. يشرفنا النهارده قدس ابونا استفانوس القمص استفانوس فايق ملاك كنيسة القديسة العذراء مريم، هيكلمنا في موضوع اسمه قضايا في الخدمة على شبكة الانترنت. ايوه بس نصغر البتاع شويه هنا عشان تبان. ايوه لقطت تمام. اوكي. بشكر جدا طبعا يافت الحبر الجليل الانبا مارتينوس على دعوتي النهارده. اضافه طبعا الى ايه، حدث ولا حرج. ده مارتينوس الاسقف العام. ماشي اتفضل يا فندم. ده عامل لهم مؤتمر سنوي معمول في الكنيسه. قول يا فندم. اتفرج بقى على تشير الفيديوهات اللي من النوع ده. دول الحقيقه، ودول ايضا من كثيرين الذين لهم في مقارنه الاديان. عايز اقول لحضراتكم ان هذا العالم اللي ايش ده عرض، مش عرض صورة ابو عمر الباحث هتشوف هيقول الاسماء. له اسمه احمد ديدات. زمان وانا صغير كنت اروح من ورا بابا اشتري الكتب بتاعت احمد ديدات من على الرصيف، وكانت من ورا بابا برخص التراب. ده كان ناقص يدوهاني مجانا، تمام، وبورقها الاصفر، واقعد اقرا
وبعدين افتح كتابنا المقدس، يعني ده لفت نظري اني افتح كتاب المقدس علشان اعرف هي الايات دي فعلا موجوده. طب انا اصدق مين، اللي اتقال في انجيل متى ولا اللي اتقال في انجيل لوقا؟ طب الموضوع اللي اتذكر في ملوك الثاني ده صحيح؟ طب معلش توقف بس استقبل ثواني يا اخي محمود. تفضل. طبعا هنا يا اخوه هذا القس يتكلم عن الشيخ احمد ديدات، نعم، فترحموا عليه، الله يرحمه، رجل قد نفع الله عز وجل به كثيرا. شوف الكنيسه ما زالت متوجعه من الشيخ احمد ديدات الى يوم الناس هذا، مش ناسيينه. شوفوا بيحكوا عليه لحد النهارده. لا وبيحكي كمان في الصبايا، يعني في ايام شقاوته لغايه دلوقتي فعلا بيعانوا منه. نكمل. سنه وهو ملك وعنده 22 سنه، ولا هو يعني هو ملك قبل لما يتولد، ولا ايه اللي حصل؟ ولا تمام يعني الكتاب المقدس كده. ده غير بقى ان حاليا في اجيال جديده زي ما حضراتكم شايفين، زي اللي صورهم موجوده، زي استاذ عمرو نور الدين، استاذ محمود داوود، استاذ احمد سبيع وغيرهم، اللي بيقولوا بمنتهى البساطه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الامر بقى على المكشوف. انت كنت تقول لي عرض صوره، هو فعلا عرضها بس يعني انا لما سالتك حتى في البدايه ان هو عرض صوره مين، انت ممكن ما خطرش في بالك ان مؤتمر سنوي زي ده بيتعمل اهو يا جماعه في الكنيسه مستغرب. يا عادي بقى على المكشوف يا حبيبي، والله ده بقى على المكشوف في الكنيسه، لان الكنيسه بفضل الله سبحانه وتعالى بتتألم، بتتوجع وجع يعني لم يتوجعوا على مر العصور حسب كلامهم. هنشوف الفيديو بس بعد ما اسمع تعليقك. معلش اقطعك في هذه النقطه. هو انت لاحظت ان في نفس المقطع ماذا قال؟ نعم. قال كنت بروح من ورا بابا وبجيب كتبه. يعني هذه الامور كانوا بيعملوها خفيه، الان خلاص ما قدروش. احسنت وعادي بقى على عينك يا تاجر. طيب اهو نكمل. كلام كتير يشكك اوريدي في عقيدتنا المسيحيه وفي كتابنا المقدس، وساعتها يخلي الواحد يسأل سؤال مهم جدا، هو ايه الحالة في الاستحالة؟ طبعا الحالة في الاستحالة دي على وزن الفلة في المنافلة. هو شايف نفسه شبح شوية فما علينا يعني، بس انا عايز نركز على النصيحة اللي هو ينصحها للمسيحيين بقى. النصيحة اللي ينصحها للمسيحيين لما بيسمعوا ايه البثوث والحلقات يعني. نعم اتفضل يا فندم. بلغوا عليه. هل يا ترى في استحالة لتحريف كتاب مقدس، ولا جايز يكون فعلا في اخطاء اللي بين ايدينا واحنا مش واخدين بالنا؟ الاحوال دي هنعمل ايه؟ ايوه هتعمل ايه يا فندم؟ ها، وهو ده الحقيقه اللي منوط وبشرف بنعمه ربنا يسوع المسيح وبارشاد الروح القدس اني اتشاركوا مع حضراتكم. ارشاد الروح القدس هيقول له يعمل ايه بقى؟ بصوا يا جماعه دلوقتي احنا خلاص وصلنا لمرحله الاله هو بقى اللي بيتعامل معانا. هيقول ايه بقى الاله؟ اتفضل. النهارده في هذا اليوم ركز في الناس يا حاج زين. بص تبارك الله يعني يا الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهديهم. بص الاعداد قد ايه، يعني الكلام بقى اهو على المكشوف يعني. احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا عايزين براكتيكال تيبس كده، او شويه يعني حلول عمليه كده، او خطوات عمليه نعرفها لما يحصل مواقف زي دي. ايوه تعمل ايه بقى؟ ها قول بسرعه، ها شوقتني يا راجل. لما يبقى في بوست مستفز جدا عن المثليه، او عن تحريف الكتاب، او ان عقيدتنا فاسده. ركز في الاعداد قد ايه، الكلام زي ما بقول لك على المكشوف يعني. او فيديو. نعمل ايه؟ ايوه نعمل ايه؟ اول خطوه. ايوه بسرعه يا عم، انا بقيت متشوق قوي. اول خطوه ايه؟ بليز دو نوت ريبلاي. اترجمها. أيوة. ارجوك ما تردش. نعم يا فندم. ايه ما تردش؟ على طول كده؟ ده انت بجح قوي، ده انت بجح يا اخي. طب قول اي حاجه، طيب وادعي عليه، اشتمه اي حاجه، لكن ما تردش كده وش كده. خضتني يا اخي. ما تردش واهرب من الغباء كمان. لا اله الا الله، كمان يهرب يعني. هو ما تردش وبعدين عرعر في البريه. طبعا هو لازم يقول لك اهرب من الغباء، ولازم يشوه الفكره اللي هو بيتكلم اصلا، مش يقول لك اهرب من الحق. فعادي يعني اذا كان الاله بتاعهم لما جالهم بالحق احسنت، لما الاله بتاعهم جالهم بيدعوهم للوحدانيه، اخوانه قالوا عليه مجانين، قالوا عليه مجنون في مرقس 3:21. قالوا اقرباء انه مختل. فعادي جدا انك تقول على الكلام الاسئله اللي احنا بنسالها في دينك بتقول ده غباء، وتقول للناس اهربوا منه. طب خلاص يا جماعه، انا وافقت يا اخونا زين، اقتنعت يا جماعه. اهربوا من الغباء ده وروحوا للذكاء. اعبدوا رغيف عيش بجد، اعبدوا رغيف عيش وشويه ويسكي. هو ده الذكاء يا عم، الله يهدينا ويهديهم. فوالله وانا اوضح لهم على فكره يا اخوه، عشان في عندي متابعين هنا يعني ممكن مش فاهمين هذه النقاط. هم فعلا النصارى بيعبدوا يا اخوه، بيعبدوا الخبز يعني، عيش بيعبدوها مع شويه يعني والله بجد والله. غايب بالله عليك حاجه زي يعني عايز تتصور معايا المشهد ده. تخيل واحد داخل عليك
يعني واحد من اقاربك كده من معلميك او اي حاجه ودخل عليك الغرفه وهو مش فاهم حاجه في موضوع المسيحيه، فداخل يسمعك انت بتقول ايه بيعبدوا الخبزه، بالله عليك هيكون نصر لك بتتكلم عن فيلم كرتون، بتتكلم عن توم وجيري ده ولا ايه الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده؟ لذلك طبعا جزاك الله خيرا اخ ابراهيم العولقي. لذلك في كلمه تقريبا منسوبه لابن حزم الاندلسي اللي هي قال فيها: لو لم ارى النصارى بعيني لما صدقت ان عاقلا يؤمن بهذه العقيده. انت طبعا لو ما شفتش، لكن لما نحن عرضنا طبعا في البث السابق مع اخينا معاذ المقاطع وهم بيعبدوا الخمره وبيعبدوا العيش او الخبزه هذه وكذا، وبيقولوا عن هذا الاله، هذا جسد الاله وهذا دم الاله. هذا معروف في عقيده النصارى. بالعكس هذا عندهم يعني سر مقدس، طقس مقدس عند النصارى، هذا اللي هو سر الافخارستيا او سر التناول. نعم. ويمر النصراني يمر من امام الكاهن ويديه حتى يعني لقمه في بقه. بس اللقمه هذه ساحرينهم بيها، والله تحسهم ساحرينهم بيها. ده وارد جدا يا حبيب قلبي. بس خلينا نتخيل الشيطان وصل بيهم يعني في حته بعيده جدا. تخيل هو مش بيخليهم يشربوا خمره، بيعبدوها. فاللي هو وصلوا لمرحله جابوا بعد الاخر ده عند الشيطان واقف: يا جماعه ما ترجعوا شويه خطوتين لورا، ده انتوا فتحتوا على الرابع. شرك، مشركين عادي، عندنا 3 من نفس الجوهر. طيب تشركوا يشرك بالله سبحانه وتعالى، يعبد في رغيف عيش. يا عم انت مخليها فخده ضاني، حاجه عليها القيمه والله، حتى ده لا يستحق. لكن رغيف عيش، انت متخيل؟ والله العظيم انا بفكر في الاعتقاد ده ودايما بقول كده، الاخوه في البثوث عارفين، الواحد دماغه هتطرشق، هتضرب، بتشرك بالله خالق الكون برغيف عيش. يخرب بيتك، يعني انت مش بتشرك بحاجه اغوتك، ده انت حاجه ممكن تشوفها بتسيبها. يعني ما حدش هتلاقيه دلوقتي قاعد بياكل في رغيف عيش اللي هتلاقيه محشي حاجه عشان يديله طعم، فانت قاعد لا انا رغيف عيش وكمان خمره. فان لم يكن هذا مرتع لابليس، وهذه التعويذات التي تقال والشركيات التي تقال على الخمره، يعني ان لم تكن هذه الخمره وهذا الرغيف يعني مرتع لابليس، فيكون ايه؟ فوالله فعلا ده بيأثر فيهم. ولو تلاحظ يا اخي زين ان اكثر الناس، وطبعا النصارى بيستغلوا الجزئيه دي بالعكس، ان معظم الناس اللي هم او اكثرهم لما بيدخلوا الاسلام بتلاقيهم هم انقطعوا قليلا عن موضوع التناول. يعني فتره البحث لما بدأ فعلا الموضوع يدخل في دماغه وفعلا في اسئله بيحاول يدور عليها، بيتوقف عن الكنيسه وبيتوقف عن موضوع التناول، فبتحس ان هو بيرجع لادميته او بيعرف يسيطر بعض الشيء على افكاره. يعني على فكره في نصارى حتى ما دخلوش للاسلام لكن تركوا هذه الطقوس على فكره. نعم، هم ما دخلوش للاسلام بس تركوا الاعتراف وتركوا التناول وخلاص. هم ما دام تركوا هذه خلاص، هم تركوا الكنيسه، قالت لهم يلا مع السلامه، ما انتوا مش مسيحيين يعني. ده انتهاك للعقل والله. فده يا جماعه ان انا نشرت الفيديو ده او عملت الفيديو ده بسبب بسيط، مش عشان يعني ولا عايز اشكر في نفسي ولا حاجه، لكن علشان اقول ان انتم بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت لا تحقر من المعروف شيئا. تنشر الفيديوهات، تساهم في البثوث على قنوات اليوتيوب، على الفيسبوك. ما تعرفش اي فيديو هو اللي وصل للكاهن ده خلاه يتحرق بهذا الشكل ويطلع يتكلم. بل تخيل يا اخونا زين، يعني مثلا من اكثر الهرطقات اللي ارقت المسيحيه او الاشخاص ممكن يكون مين مثلا؟ اللي عملوا له مجمع وبتاع جزاك الله خيرا يا اخ ابراهيم. نعم. المهرطقين اللي ارهقوا الكنيسه وعملوا لهم مجمع والكلام ده، تفتكر مين مثلا؟ الليبي اريوس. نعم. انت ايه يا عم بتقول ليبي كده؟ انت فرحان ولا ايه؟ الليبيين وتعبين. ايوه والله يا عم. على فكره مرقس برضو ليبي، مولود في المدن الخمسه اللي كانت ليبيا، بس مش ثابت ان هو اللي مش ثابت انه لا ما راحش، ما جاش مصر يا عم. لا ما يعني الرجل ليس له علاقه بهذه العقيده اصلا. طيب تعالوا نشوف دلوقتي فيديو بقى بمناسبه اريوس. ده دياكون اسمه زكريا عبد السيد، طبعا متصور مع كبيرهم ابوهم توادرس زي ما انتم ما شايفين اهو. ابوهم بقى او دياكون زكريا ده، بص بيكلمك عن الهجوم بقى اللي هو من وجهة نظر يعني اللي هم بيتعرضوا له الايام دي. كان بيشبهه بايه؟ نسمع كده.
الحروب اللي موجودة علينا دلوقتي ما كانتش موجودة ولا حتى في زمن أريوس ولا في زمن نسطور. يا نهار ابيض، ولا في زمن اريوس ولا في زمن نسطور، اللي هو يا جماعه احنا بص احنا بنتفحت. يعني ده اريوس ده عملوا علشانه مجمع، انت متخيل اريوس ده؟ وطبعا راجل اسقف يعني مش شخص هين، لكن عملوا علشانه مجمع. فدلوقتي وطبعا نسطور خد له بتاع 12 حرم، يعني شخرموه خلاص، دماغه باظت خالص من كتر الحرمات اللي خدها. طيب نسطور على مسكين. الحروب اللي موجودة علينا دلوقتي ما كانتش موجودة ولا حتى في زمن أريوس ولا في زمن نسطور، دلوقتي بقت أصعب بكتير. أصعب بكتير، والله ده من دواعي فخرنا. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. إن الكنيسة نعم والله يا أخي زين بتتألم لدرجة إن يقول لك إن الحروب دي ما كانتش موجودة على أيام أريوس ولا أيام نسطور. يعني أنا ما أعتقدش إن في حد مسلم دلوقتي يقول لك أصل الحرب اللي موجودة على الإسلام دلوقتي أشد من الحرب اللي كانت موجودة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في مهد الرسالة. مستحيل، ده مستحيل، مستحيل عقلا. لأن لو كان هؤلاء المشركين انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي في الإسلام شيئا، ولا تلاقي عندك مصحف واحد، ولا تلاقي عندك أصلا مصاحف، ولا تلاقي عندك في حاجة في رسالة الإسلام. هتلاقي شوية بقايا من الحق وشوية كده حاجات بسيطة زي ما هو حاصل بالفعل دلوقتي مع المسيحية. طيب لكن هو دلوقتي شوف التوجع. الحروب اللي موجودة علينا دلوقتي ما كانتش موجودة ولا حتى في زمن أريوس ولا في زمن نسطور، دلوقتي بقت أصعب بكتير. الهجوم جاي لنا من كل حتة، تفتح الموبايل تلاقي هجوم، تفتح النت تلاقي هجوم، تفتح مش عارف ايه تلاقي هجوم. الله. وبعدين بيهاجموا مين؟ بيهاجموا كمان رؤوس الكنيسة وأعمدتها. ده غلط، ده قال كذا وده قال كذا، وأنا قاعد بتفرج ومش دريان ايه اللي بيحصل. طب هو الكلام ده صح ولا غلط؟ هو اللي قال كده صح ولا اللي قال كده هو اللي صح ولا معايا؟ طيب ده كان اللي هو دياكون زكريا عبد السيد. في تعليق بسيط هنا. نعم يا حبيبي. محمد. نعم. هو أنا على فكرة يعني أنا سعيد جدا بهذه المقاطع. هم على فكرة لما بيقولوا هذه الكلمات أنا متأكد أقل شيء 5 نصارى طلعوا من هذا المجمع متشككين. هذا أقل شيء. لأن هذا الكلام هم بيصرحوا بكلام واضح إن مش هم مش بيقولوا إن هو هذه أوهام، لا بيحسسوا المستمع إنها تشكيكات حقيقية، تشكيك حقيقي ما فيش فيه لعب يهز العقيدة بتاعهم. يعني هم مش بيهونوا من الموضوع، بالعكس هم عندهم الموضوع خطير جدا. نعم. الشيء الثاني هذا يدل على ماذا يا أخ محمود؟ يدل إن النصارى زعجين قيادات الكنيسة، عوام النصارى يعني اللي بيتصلوا بينا واللي بيسمعوا أسئلتنا وبيتابعوا بثوثنا زعجين القساوسة قيادات الكنيسة. نعم. يعني في أشياء بتحصل ونحن مش عارفينها. يعني هم بيسمعوا أسئلتنا وبالفعل بيروحوا يسألوا القساوسة. حبيبي استنى قبل ما تكمل خلينا عند الجملة اللي انت بتقولها دي. وليه احنا مش عارفين؟ لا والله احنا عارفين. خد شوف ده سعيد حافظ موجود في قلب الكنيسة بيقول ايه. شوف كده يا فندم. ثانية جامعة قالت لي الكلام ده. انا سمعت فيديو بس الصوت منخفض شوية لو ترفعه. بحاول ان انا ارفع الصوت شوية لعل عسى. لا هو ده اقصى حاجة في الصوت، بس هحاول ان انا اقول لك حتى بيقول ايه. بنت في جامعة ثانية جامعة قالت لي الكلام ده. انا سمعت فيديو، بص ما كنتش اعرف والدها. بيقول بنت في تانية جامعة قالت له انا سمعت فيديو وبص راحت موريه له التليفون. قالت لي بص الفيديو واحد من اخواتنا اللي هو المسلمين يعني بيحارب الكنيسة. انا ماليش دعوة بيحارب، لكن المهم وصل لمين؟ للبنت. المهم ان الكلام وصل للبنت. وبعدين سألت الاباء. انا ما بظلمش في الاباء، بس لازم احنا نكون عارفين. سألت الاباء عندها في الكنيسة وسألت سلطان قالت لي كان معايا استاذ ضريب قالت لي محدش جاوب. بيقول راحت البنت سألت في الكنيسة الاباء محدش رد عليها من الاباء، محدش عارف يرد. نكمل. طب تعمل ايه هي؟ تعمل ايه؟ معرفش. تعمل ايه هي؟ معرفش. فاللي انت بتقوله ده بيتحقق وده بيتقال صراحة هو علني في الكنيسة، ان هم بيروحوا يسألوا الاباء والخدام في الكنيسة وما بيجاوبوش. وهذا حاصل. نعم. وهذا سبحان الله بيختلف عنا نحن تماما. يعني نحن الآن مثلا احنا نعرف ان في شبهات يلقونها اعداء الاسلام وكذا، لكن نحن نختلف عنهم. نعم. انا لحد امبارح فاتح بث كامل اكثر من ساعة بعنوان اتصالات المسلمين عن الشبهات. تبارك الله. وانا والله يعلم الله سبحانه وتعالى لا اعلم الاتصال ماذا سيسأل المتصل.
ومن هو المتصل ومن أي بلد ولا نعلم، لكن لأننا عندنا ثقة في رب العالمين وفي عقيدتنا أن لدينا الإجابة على كل الأسئلة. وكلمتي معروفة وكل الناس متابعين وعارفين، أقول لهم لا أحد يخرج من الاتصال حتى يقتنع تماما. ابقى معي ما فيش مشكلة، قول هذه ما فهمتش، هذه النقطة لم أفهمها، هذه حتى ينتهي، حتى تقتنع تماما بشكل كامل. والبث موجود، وأنا أصلا مخصص بث للمسلمين أساسا، يعني المسائي هذا بستقبل في أسئلتهم. لا يجرؤ قسيس واحد أن يواجه أسئلة النصارى على المباشرة، مستحيل. هم حدهم ماذا يفعلون؟ يعملوا لك المؤتمرات العازة هذه، والله ما هي مؤتمرات ولا هي تسمى أصلا مؤتمرات، هي شوية بقين حافظينهم وبيقولوهم وانتهى الموضوع بس. نعم. هذه طيب هاتوا لنا، معلش بس هذه أقول. لا تفضل حبيبي تفضل. طيب هاتوا لنا مثلا حوار، على فكرة أنا ما شفتش في حياتي حوار بين كاهن رجل دين كنيسة وأحد الموجودين في الكنيسة إلا مرة واحدة بس، أو لا عفوا مرتين، مع رأس الكنيسة اللي هو تواضرس. المرة الأولى كانت بنت بتنقل سؤال طفل، طبعا هو سؤالها هي بس هي خايفة منه قالت سؤال طفل. والفيديو مشهور جدا. طبعا تعرفه. نعم. يا ريت لو عندك الفيديو تعرضه بعد قليل يا أخ محمود. نعم. بنت يا إخوة بتطرح سؤال طفل في 5 ابتدائي تقريبا. تسأل من؟ تسأل رأس الكنيسة، البابا نفسه. قسما بالله إجابته بتخزي والله ايوه مش كده، ايوه نكملها هكذا الإجابة. ومدة الحوار يا دوب نص دقيقة على فكرة، ولا دقيقة مش عارف، يعني مش المدة الطويلة. والفيديو الثاني نفسه بابا الكنيسة كان بيسأل واحد من الجالسين، بيسأل عن الطوائف والبروتستانت وكذا. فلما حس بقى بالخط الأحمر هذا البابا قال له تفضل اطلع برا، أو تفضل اجلس. نعم. اجلس بقى، ولغى له الحوار. هذين الحوارين الوحيدات اللي أنا أتكلم عن نفسي شفتهم، وكانت هذه هي النتيجة. دي حقيقة. نعم. أنا فاكر الفيديوهين، هنشغل الفيديو ده بعد شوية. لكن بما ان احنا اتكلمنا عن صراخ الكنيسة، ان برضو انا بوجه الكلام ده وبشغل فيديوهات دي مش لشيء والله الا للاخوة الافاضل اللي بينشروا الحلقات، والاخوة الافاضل اللي بيدعموا البثوث، الاخوة الافاضل اللي بينشروا البثوث. يعني انتم جزء من هذا العمل. تخيل ده لقاء كان معمول في مدرسة التيران، اللي هم المفروض اللي هم عاملين بقى لقاءات، او ده كان في كنيسة. ده مؤسس مدرسة التيران اللي هو الولد اللي اسمه اثناسيوس فاميجور. بص بيصيح بيقول ايه يا فندم؟ للطعن في الإيمان. هل قال المسيح؟ لحظة. جزاكم الله خير يا اخي ابراهيم، ربنا يحفظك يا رب ويجعل في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب. امين يا رب. هذا الصوت. يلا نرفع المشاهدات يا إخوة. ما شاء الله نحن عندنا في التيك توك الآن في صفحتي أنا أكثر من 6000 ما شاء الله، وعلى اليوتيوب حوالي 2000، على الفيس يعني تقريبا 300. نعم. مشد أكثر يا مشاركاتكم يا إخوة. جزاك خير يا أخي إبراهيم ويتقبل من الجميع يا رب. طيب تعال نرجع تاني لولد أثناسيوس ده، شوف يقول إيه. السنة اللي فاتت الإيمان بيتعرض لهجوم شديد جدا في الميديا. إيماننا بيتعرض لهجوم شديد جدا في الميديا، والناس اللي طالعين في المقدر جديد على كلمة المقدر هذه كل الكلام اللي بيقولوه مردود عليه ومنتهي واتحسم من زمان. نركز في الجملة دي يا شباب، هنرجع لها بعدين. بيقول لك كل الكلام اللي احنا بنقوله مردود عليه واتحسم من زمان. ماشي. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إعادة تدوير مرة تانية للطعن في الإيمان.
هل قال المسيح أني إله؟ هل المسيح اتصلب؟ إزاي إله يبكي؟ إزاي إله يشرب؟ من الشغلانة الاسطوانة المشروخة اللي مستمرة. خدوا بالكم برضو اسطوانة مشروخة وكلام اتحسن من زمان وترد عليها، هنحتاج الجملتين دول فيما بعد. بس تعالوا نشوف حتة الصياح ده، هو ليه عامل كده وليه محروق بالشكل ده؟ هيقول هو مستمرة في الميديا ومستمرة بتوصل لولادنا في المدارس. أيوة. وبتوصل في الأشغال. أيوة. وبتوصل في كل حتة. بتوصل في المدارس وفي الأشغال وفي كل حتة. بفضل الله سبحانه وتعالى ما في بيت مسيحي إلا والفيديوهات دخلته. بفضل الله سبحانه وتعالى ما في بيت مسيحي إلا وأقيمت عليه الحج. بفضل الله سبحانه وتعالى وأقسم بالله العلي العظيم على ذلك إن ما في واحد مسيحي إلا وفي دايرة معارفه يعرف حد أسلم، في دايرة معارفه جيرانه أصحابه قرايبه بنت ست عمة خالت جدته مش عارف، في دايرة معارفه حد بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم. وعلشان كده هو طالع محروق. ونتيجة الحرقة بص بيقول لك أصل ده كلام اسطوانة مشروخة وترد عليه. تخيل يا أخي زين إن إحنا شفنا فيديو من دقايق بيقول لك إن الحرب اللي بيتعرضوا لها أشد من أيام أريوس ونسطور. طب هم عملوا أريوس إيه علشان يرد عليه أخونا زين؟ مارسوا معاه المحبة. مارسوا المحبة بس عملوا إيه؟ مجمع نقية وبعدين مجمع نقية مجمع نقية. وطبعا المحبة ده شيء أساسي يعني. بالفعل ده حصل يا أخي زين إن هم وفقا لكلام هذا الأثناسيوس قال لك إن هم عملوا حاجة شبه مجمع علشان فضل الله سبحانه وتعالى يردوا علينا. أهو آدي الفيديو أهو قصاد حضراتكم. بص بيقول إيه يا فندم؟ حابب أقول لكم على تنبيه في الآخر. في حملة شديدة جدا على الإيمان في التلفزيونات في الفيسبوك. اللي عايز بس أطمنكم إن الحاجات دي كلها مهروسة وترد عليها من سنين. برضو بيؤكد هو في نفس الفيديو اللي هو هنشوفه مهروسة وترد من سنين. تمام. أنا على يقين ما فيش حد مهروس إلا دماغه. هتشوف ليه هو بيقول كده. ده في نفس الفيديو هيناقض نفسه. ماشي. هنا المدرسة في كنيسة مريمينا في أيوة. مدرسة تيرانوس احنا عملنا أهم لقاء في الكرازة المرقسية كلها وكنا أصحاب مبادرة. عملوا أهم لقاء في الكنيسة في الكرازة المرقسية كلها. أنت متخيل أهم لقاء في الكرازة المرقسية كلها اتعمل عشان أسئلة مهروسة؟ علشان اسطوانة مشروخة؟ يا راجل ده في الباقي الفيديوهات بيقول لك جايب علماء من بره. تعالى بس نسمع الحتة دي كده. أهم لقاء في الكرازة المرقسية كلها وكنا أصحاب مبادرة وجبنا علماء من الداخل والخارج قبل ما إيه علماء من الداخل والخارج؟ يا راجل توفر تذاكر الطيران دي أسئلة مهروسة. دي اسطوانة مشروخة عشان أسئلة كل هذا عشان أسئلة مهروسة. وأهم لقاء في الكرازة المرقسية كلها بفضل الله سبحانه وتعالى عشان يرد. فطبعا أنا عندي الفيديوهات اللي زي دي كتير في الصياح الكنيسة يعني. بس أنا عندي سؤال بسيط. اتفضل حبيبي. لو كانت مش مهروسة كانوا هيعملوا ايه يعني؟ كانت تقف في زور. المفروض دي مهروسة تتزفلط يعني. لا ده شكلها وقفت في زور وهي مهروسة. فلو كانت سليمة بقى اعتقد كانت هتتحشر يعني. لا في الف سلامة يا اثناسيوس يا فهم يا جورج يا فندم. الف سلامة يا فندم. وصياحك وصلنا وصياحك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بيزيدنا حماسا. والفيديوهات دي انا بقول المعني بها الاخوة الافاضل اللي بينشروا البثوث، الاخوه الافاضل اللي بيهتموا بهذا الامر، لان هو بنفسه هو بيقول لك بتوصل للبيوت للمدارس والاشغال. فربنا يتقبل من الجميع يا رب. اتفضل يا اخي زين. انا على فكره خليني اعلق على نقطه نعم. مثلا دعم البثوث وكذا. امبارح دخل ولد نصراني يقول لك انتوا بتحبوا مش عارف الدعم وانتوا بتاخذوا الدعم من التيك توك ومش عارف ايه. فأنا رديت عليه رد بسيط جدا. طبعا أنا قادر إني أقول له شوف القساوسة بياخذوا كم وكم وشوف المنصرين على قنوات التنصيرية بياخذوا كم وكم وكذا، بس أنا مش هرد عليه. قلت أنت معبودك لو في زمانه في تيك توك كان حيقول كبسوا. ليه؟ لأن إنجيل لوقا الإصحاح 8 والعدد 3 كانوا بيدعموه. نعم. مين اللي بيدعموه؟ سوسنة ويونا مش عارف مين الثالثة. شوية نسوان وفيهم واحدة شمال كمان يعني. ايوه اهم شيء ما تكونش سوسنة الشمال بس اهم حاجة. لا تقلقش. هي ولا لا مش هي. الحمد لله عشان سوسنة دي يعني ما المهم.
يعني النصارى أصلا المعبود بتاعهم كانت النسوة بتعطيها أموال. نعم. كانت تعطيه أموالا كما جاء في إنجيل. النص أمامكم. شوف اسم سوسنة على طول طلع أول واحد. ويوانا امرأة خوذي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات، اللي هم كتير يعني يا باشا، قشطة يعني، كنا يخدمنه من أموالهن. كتير يا باشا. طب معلش يا أخ محمود، افتح لنا تفسير القمص تدرس يعقوب مرطي وكلمته نعم التي قال فيها إن الخالق، هذا مش الناسوت اللي كان بياخذ فلوس، الخالق يقولون. النص بيقول لك: وثالثا إن كان السيد الخالق قد افتقر من أجلنا ليغنينا، فإنه لم يستنكف من أن تعولوا إلهكم عيل يعال، وهو كبير وهو صغير، يعال أن تعولوا نسوة بأموالهن، إنها محبة فائقة يقبل مشبع النفوس والأجساد. طبعا لازم المحبة دي يحطها في النص. طبعا معروف. إلا النص كانش ظاهر، معلش أهو أعتقد قدامكم ظاهر: إن كان السيد الخالق قد افتقر من أجلنا ليغنينا، فإنه لم يستنكف من أن تعولوا نسوة بأموالهن، إنها محبة فائقة أن يقبل مشبع النفوس والأجساد، أن تخدموا الأيادي البشرية الضعيفة. نسوان بيعلوه. نعم بالضبط. سألتك بالله يا أخ محمود، لو كان معبودهم في هذا الزمان وعنده تيك توك، مش كانت سوسنة حتطلع له وتدعمه ولا لا؟ طبعا يا فندم. وبعدين المشكلة ان سوسنة دي ولا الست اللي كانت معاهم الشمال دي، هتلاقي كانت فاتحة بسوس لمؤاخذة شمال وبتدعمه برضه، لأن هو كان فيهم واحدة شمال. وبعدين أقول لك على حاجة تانية ظريفة: جدة الرب رحاب السيكو دي اسمها كده، ده النيك نيم بتاعها. يعني انت داخل باسم زين خير الله، انا داخل باسم محمود داوود. هي لو اتعملت اسم هتعمل باسم ايه؟ رحاب الزانية. ده الاسم بتاع الوشي كده. وهي كانت شغالة بتعمل ايه بقى يا فندم؟ رحاب كانت بيقول لك بتجيب ناس للبيت، في عندها شقة إعارة، فكانت بتجيب الناس ايه في الإعارة عندهم في البيت يعني. فعادي ان هي كانت ممكن تكون فاتحة برضه بثوث وقشطة ويا باشا، والدنيا معاها سبوبة. ده جدة الرب. فيا مسيحيين والله اقول لكم على حاجة: اخجلوا وثق تماما يا اخي الزين والاخوة الافاضل ان اقسم بالله العلي العظيم هذا الكلام لا يعنينا على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، لسبب بسيط جدا جدا. نحن لا نمن على الله سبحانه وتعالى ما نبذل. أنا واحد وأتكلم عن نفسي، إحنا بضاعتنا مزجاة، إحنا مقصرين أيما تقصير، ومش بقول ده على سبيل تواضع أو مش تواضع، لكن مع ذلك إحنا لما بدأنا في الموضوع ده، أنا بدأت، أنا كان عندي 18 سنة وشوية لما بدأت. نفسك حتى انا بنفس العمر يعني تقريبا. انا كنت بس لسه اكبر مني بقى. لا ما تقولش يا عم بقى، ما تحرجنيش قدام الناس. الله يبارك في عمرك يا رب. لما انا كان عندي وقتها يمكن 18 سنه وشويه او حاجه زي كده، يعني كان فين يعني، ما كانش فيه اي حاجه، ولا فيه تيك توك ولا فيه يوتيوب ولا فيه الجن الازرق ولا اي حاجه. ولما عملت قناة على اليوتيوب مع معاذ ومع أبو عمر ومع أخونا محمد حمدي وقتها محمد شاهين، كان 2009 ولا كان برضو ولا في فلوس ولا ما فيش فلوس ولا أي حاجة، لغاية لما اشتغلت في قناة الأمة بتاعت الشيخ أبو إسلام ربنا سبحانه وتعالى يا رب يحفظه ويبارك في عمره، برضو ما كانش فيه ولا راتب ولا غيره، لغاية لما رحت انتقلت وتدرجت في القنوات ولا في فلوس ولا حاجة. فأنا بكلمك من 2005 لغاية لما اشتغلت في قناة أمجاد، وحتى كان بدايتي في قناة أمجاد الفضائية برضو ما كانش فيه في البداية، ما كانش فيه ولا مرتب ولا أي شيء. ومرورا بقناة صفا، أقسم بالله يعني أنا أستحي أن أنا والله أذكر يعني المبلغ اللي الواحد كان بيتقاضاه مقارنة بذلك الوقت، مش الآن، مش هقول لك مقارنة بالآن، لا بذلك الوقت. فلو كان احنا هدفنا حاجة زي كده الواحد ما كانش كمل، لأن العبرة بالبداية. أنت بدأت إزاي؟ هل أنت بدأت كان ده هدفك؟ ولو كان ده هدفك وما جالكش دعم بقى من البداية وما جالكش مقابل مادي، طب أنت كملت ليه؟ إيه الهدف اللي يخليك تكمل؟ أضف إلى ذلك شيء بسيط، وده يعني والله الواحد يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يقول كده. احنا عندنا شفنا الصحب الكرام كانوا يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، وهذه يعني أغلى ما يملك الإنسان، إنك تروح تتصدى للموت يعني بصدر عاري، أو أنت داخل متيقن إنك ميت. ده فداء للإسلام، فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا نروح منهم فين؟ المقصد اللي أنا عايز أقوله: يعلم الله
انا ما اعرفش تفاصيل شخصيه عن اخوه كتير في المجال، بتكلم تفاصيل شخصيه، اعرف طبعا اخوه كثر، لكن تفاصيل شخصيه يمكن اعرف عن معاذ، عن معوض مثلا، شويه عن اخونا زين وهكذا. لكن ما في اخ من الاخوه الا وابتلي بسبب هذا العمل. لا اذكر والله، ومش بنمن على الله سبحانه وتعالى عملنا، يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لنا تقصيرنا، ما في اخ، وانا واثق من كلامي زي ما انا واثق انا بسمع نفسي، الا وابتلي من الله سبحانه وتعالى في سبيل هذا العمل. فلو كان الموضوع هو مجرد، احنا عندنا اخونا باسم سليمان اهو مثلا حاليا احنا بنتكلم اهو، ما زال مسجون، ما زال مسجون، ده ايه يعني برضو الفكره بقى. فاحنا لا يعنينا والله يا مسيحيين الحجه اللي انا شخصيا نعم. اقول لك شيء، انا بس بدون ذكر، نعم. انا ممنوع الان من السفر لبعض الدول، نعم، بسبب كلامي عن النصارى. يعني والله انا ممنوع الان، بعض الدول ممنوع من السفر اليها بسبب كلامي عن النصارى، والله العظيم. مين يختار ده بقى يعني يا مسيحي، مين يختار ان هو يكون حاجه زي كده؟ يعني انا واثق هنا زين لما بيقول كده بيقول على سبيل العلم، مش على سبيل التباهي ولا التفاخر. احنا بنتكلم في الصحابه كانوا بيقدموا ارواحهم، فاحنا انت مهما قدمت ما بتقدمش روحك، يعني فاهم؟ فما في شخص او اخ الا وابتلي، يعني ايوم ابتلاء كل واحد بلاءه مختلف عن الاخر في هذا العمل. فوالله انت بتشحن نفسك بكلام بتقول لك الكنيسه، يا عم اقول لك على حاجه ظريفه، يا عم هو علشان دعم ماشي، خد الحق اللي احنا بنقوله دور عليه بس، خد وروح دور شوف بس هتخسر ايه؟ يعني ما المذيع مثلا اللي بيطلع لك في التلفزيون بيقول لك النشره الاخباريه، يا عم هو الراجل ده شغال لله وللوطن، مش هقول لك قسيس، مش هتكلم. الراجل اللي بيقول لك عامل لك برنامج توك شو، ما بياخد فلوس قد كده، بيقدم لك معلومات، بيقدم لك اخبار، ما بيتقاضى اجرا على ذلك. اشمعنى انت ما بتتكلمش عليه؟ اصل لا، اصل ده دين حبيبي. طب ما هو ده اولى يعني انت لما تيجي تقول اصل ده دين، فهو ده اولى بالدعم، اولى بالدعم. ان واحد يطلع يكلمك في نشره اخبار الطقس، واحد مش، احنا بنكلمك في اخرتك وحياتك الابديه، فده فعلا يا فندم اولى. وده لا يعيب ولا يشين، ومش عيب ان الله سبحانه وتعالى، وان كان هذا يعني ليس حاصلا، لكن انا بجيب معاك من الاخر يا مسيحي، بجيب معاك من الاخر. ان كان الله سبحانه وتعالى جعل رزقك في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فالله يسعدك يا هناك ان يكون رزقك وعملك، اي عمل طبعا إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى فهو لله ومأجور عليه، حتى لو بتعمل ما تعمل، لكن إن يكون عملك ورزقك ده، أنا بكلمك على حاجة ما مش حاصلة، لكن خلينا نقول إن هي حاصلة، خلينا نجيب معاك من الآخر. بص أنا بص لها معاك للآخر رغم إن ده مش حاصل. لو كان رزقك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالله يساعدك هناك إنك بترزق في الدنيا، وإن شاء الله رب العالمين في الآخرة. وده لا يعني ان هو بيمحي اجر ده. وشوف ابوك بقى في الكنيسه، ابوك في الكنيسه ده بيتغذى منين؟ تغذيه عكسيه يعني من تحت لفوق. بياكل منين يا فندم؟ من عشورك. اتفضل. هي على فكره هذه نقطه يعني اريد ان اعقب عليها بشكل سريع. طبعا جزاك الله خيرا اخ ابراهيم، يعني قال كلمات طيبه في التعليقات، والاخوه كلهم جزاهم الله خيرا. امين. هو يعني ايه حسبتها هذه لما يقول لك دين؟ يعني نعم. يعني الشخص اللي يتكلم في الدين مثلا هو شخص ملاك مثلا، او شخص نازل من كوكب المريخ مثلا. ترى والله اللي بيتكلم في الدين زي زيك، عنده فواتير، عنده اولاد، عنده عيله، عنده بيت، عنده كذا، عنده كذا. المجهود الذي يبذل في البثوث المباشره والله وتالله وبالله يضاهي الوظائف الكبرى. نحن اللي بتشوفوه ده مش مجرد بث مباشر، في اللي بيمنتج البثوث المباشره هذه، والمونتاج اقل فيديو ياخذ منك 3 ساعات. يعني انا لو ارسلت الان للممنتج بث مثلا اقل شيء 3 ساعات، هذه اقل شيء. واللي يشتغلوا، وانا على فكره اشتغلت في المونتاج فتره طويله، فتره اخيره بس صاروا يعني عندي اخوه يساعدوني في المونتاج. قبلها كنت يعني نعصر بروحي، مش المونتاج اللي جميل يعني، بس يا الله والله كنت انا دي مونتاج متواضع جدا كنت اخذ بالساعه ونصف تقريبا، فما بالك المونتاج المحترف. تمام. الامر الاخر، نحن من الناحيه الدينيه ما فيش بأس ان الرجل يعني ليتفرغ الى الدعوه ياخذ مالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. نعم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحيه الدين الاسلامي. تمام. من ناحيه النصراني، انت يا نصراني معبودك كان بياخذ فلوس مقابل الخدمه والكرازه. المعبود نفسه اللي بتعبده كان بياخذ فلوس، فما بالك بالقساوسه طبعا والباباوات والكلام هذا كله.
اما بالنسبه للملحدين، اساس الملحدين اصلا لو توقف الدعم. جزاك الله خيرا يا اخ نوركس. اصلا الملحدين والنصارى هؤلاء كلهم لو توقف الدعم والله لن تجد واحدا منهم على البث المباشر. الاخ محمود ذكر نقاط مهمه. نحن اخوه كان في برنامج اسمه الكلوب هاوس، ويعرف الاخ محمود والله العظيم هذا البرنامج ما يدخلش مليم واحد. والبلتوك قبله كان كده برضه. والبلتوك طبعا انا بتكلم عن نفسي، انا بلتوك ما دخلت لش. نعم. لكن انا بتكلم عن اللي دخلت. طبعا الاخ محمود كان موجود في البلتوك. نعم. لكن انا بتكلم اللي دخلت. لا انا الكلوب هاوس هذا كان في عام 2021 وعام 2020 واخذ شهرته في ذلك الوقت هذا البرنامج. كنا نقضي، وفي شباب شاهدين على هذا الكلام، كنت اقضي في البث المباشر بالسبع ساعات في الغرفه في الروم هذه بالسبع ساعات وما ناخذش مليم واحد، لان نحن كلمتنا وما زلنا ونسال الله الثبات، نحن سواء بدعم او بغير دعم مستمرون في طريقنا، لان اول ما بدانا في هذا الامر ما كناش نعرف هذه الامور اصلا اساسا. نعم. بارك الله فيك يا اخي ابراهيم، جزاك الله خيرا. يعني جاء دعم، جزاكم الله خيرا، اسال الله ان يعوض عليكم وان يبارك فيكم. لكن لو ما وصلش مستمرون، نحن مش عاملينها مهنه ان لا يا تدعمون يا نوقف، لا نحن هذه دعوه الى الله. نعم. احنا مستمرون فيها في كل الاحوال باذن الله تعالى. الامر الاخر ان نحن بنستخدم وسائل تواصل هي اصلا قائمه على الدعم. الوسائل التواصل هذه زي التيك توك على سبيل المثال، التيك توك واليوتيوب مثلا، خلينا ناخذ اشهر. التيك توك عندك الان هذه في قائمه على جنبها كذا مش عارف طلع على اليسار اسمها رائج واسمها الساعه. هذه بالدرجه الاولى مبنيه على دعم البث. هذه كلما ارتفع دعم البث تم ترويج البث ويصل البث الى الرائج الاول، يعني الترتيب الاول، فيصل الى الاقليم اللي انت تبث منه، تمام، او حتى خارج هذا الاقليم، او الافضل في الساعه، يعني ان بثك افضل بث. جزاك الله خيرا يا اخ اودن، جزاك الله خيرا. تمام. وقبل قليل عرض الاخ محمود مقاطع، والله نحن نقول ذلك مش تبريرا، نحن ما يهمناش اصلا النصارى اللي معبودهم كان بياخذوا فلوس اساسا، ما يهموناش اصلا هؤلاء، نحن نبين بس في الحقائق. الاخ محمود عرض مقاطع قبل قليل ان هذه الفيديوهات والبثوث وصلت الى كل بيوت النصارى، لدرجه ان الكنيسه وصفت هذا الامر ان عمر ما حصلنا هذا في التاريخ، لا ايام نسطور هذا اللي نسطرهم جننهم هذا ولا اريوس. واريوس نفس الشيء، بيعتبرونا نحن اخطر عليهم. نعم. من اريوس ونسطور والاخرين هؤلاء الهراطقه اللي بيسموهم هراطقه طبعا. فبالتالي هذه اصلا البرامج وترويج المقاطع مبني، انت زي ما بتدفع فلوس مثلا لليوتيوب من اجل تمويل المقطع. نعم. لينتشر. والله يا اخ محمود ممكن الاخوه ياكدوا كلامي في التعليقات، تعرف على الماسنجر وعلى الفيس وعلى اليوتيوب كميه الاعلانات المموله من النصارى دافعين فلوس لليوتيوب والفيس والماسنجر عشان يعملوا لقنواتهم ومواقعهم. بالضبط. نعم. والله من اجل ان تصل اليهم مقاطع ترويجيه للنصرانيه كميه هائله. قناه معاذ عليان واحده وشوفوا هم متقصدين معاذ نفسه. انا عندي والله هدورك على صوره دلوقتي، والله عندي على عاملين اعلانات في القناه عندي. نعم. قناه معاذ وحدها فيها عشرات الاعلانات النصرانيه، دافعين فلوس ومتقصدين قناه معاذ لان عارفين ان في نصارى بيتابعوه، فعشان ياخذوا النصارى اللي عنده ودافعين فلوس. وعلى فكره هذه مبالغ طائله جدا بيدفعوها مبالغ عظيمه جدا. ده ظاهر عندك ولا لا؟ دي صفحتي انا على الفيس. بص. أيوة. بص تحت اهو، اعلان تبشير مسيحي، وحاطط لك الموقع اهو، وده البث بتاعي، وادي تحت اهو، ادي الاعلان اهو، اعلان مسيحي تبشير وهكذا يعني اهو، تبشير مسيحي، حط لك الموقع. نعم. الله اعلم الاعلان هذا كم دافعين فيه فلوس يعني. عادي يا باشا بيدفعوا. فالفكره يا مسيحيين انتوا بتتشحنوا بشويه حاجات علشان تشغلكم على الحق. يعلم الله سبحانه وتعالى ان احنا عايزين ليكم الخير، يعلم الله سبحانه وتعالى
ان انا مسيحي اخونا زين، انا بقول انا ما بتكلمش عن نفسي، بتكلم انا وكل الاخوه المحاورين لانه نفس الوضع. معلش اخ محمود، تفضل حبيبي. كمل كلامك بس انا ثواني. حاضر حبيبي، حاضر حبيبي، تفضل. الله يحفظك يا رب. الله يجزي خير يا اخونا او اختنا علاء، الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. كنت بقول ان احنا مسيحيين مفيش تواصل مباشر دلوقتي، انا مش شايفك، انت شايفني وسامعني عن بعد، ما بتتواصلش معايا وانا بتواصل معاك. هل في منفعه بتعود عليا، منفعه دنيويه بتعود عليا منك؟ لا خالص خالص ولا اي حاجه. انت ممكن تسمعني من بره البث اصلا، مش تدخل عندي البث، لا من بره. وحتى لو دخلت ايه المنفعه اللي عادت عليا؟ ولا اي حاجه. لكن على النقيض تماما عندك في الكنيسه القساوسه دول والكهنه دول بيستفيدوا منك، بياخدوا يمكن 25 ولا 30% من العشور اللي انت بتدفعها في الكنيسه. فهو احرص، الكاهن احرص ما يكون على انك تفضل موجود عنده في الكنيسه، لان انت الزبون، انت اللي بتشتري السلعه اللي بيقدمها لك في الكنيسه، اللي هو بيسرق منك اخرتك وبياخد منك دنيتك. يعني يا ريته حتى ان هو بيهنيك على دنيتك، لا ده سارق منك اخرتك وسارق منك جيبك في دنيتك. فهو ده اللي بيستفيد منك، هو ده اللي له مصلحه انك تبقى على المسيحيه، ده اللي له مصلحه مباشره انك تبقى على المسيحيه. لانك لو ما رحتش الكنيسه، جزاكم الله خير اخونا اختنا لوزه واخونا شمع واخونا محمد واخونا المختار واخونا يحيى بن زكريا والجميع يا رب الله يحفظكم، اخونا او اختنا علاء او الاء مش عارف، المهم ليه مصلحه مباشره من بقائك على المسيحيه. لكن انا ماليش مصلحه، انا مصلحتي والاجر ان شاء الله نبتغيه من الله سبحانه وتعالى. في اخوه واخوات كثر بيسلموا احنا والله ما ندري عنهم شيء، لان بعض المسيحيين يقول لك ده انت محمود بتاخد على الراس مليون جنيه. راس ايه يا عم؟ انت شايف تاجر خراف؟ شفت بتاجر في البقر تقول لي انت بتاخد على الراس مليون جنيه؟ خدهم من مين اصلا؟ يعني انت بتاخد على راس ايه؟ انت شايفني حلاق؟ باخدهم من مين وباخدهم ازاي وليه وفين؟ في ناس بفضل الله سبحانه وتعالى بتدخل الاسلام والله العظيم ما ندري عنهم شيء، ما ندري عنهم شيء خالص، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نعرف اسمائهم ولا حتى لينا تواصل معاهم. هو عرف الحق فاتبعه وعرف الخطوات بدأ يمشي فيها مع نفسه، وان شاء الله رب العالمين الدنيا تمام. فالكنيسه هي اللي ليها مصلحه معاك بشكل مباشر انها تحافظ عليك كمسيحي، فعشان كده بتقعد تشحنك. الناس دي بتعمل كده عشان الدعم، الناس دي اصل هم عايشين بره، الناس دي اصل هم بيمشوا منايمين وبينوروا في الضلمه وبيقولوا بابا وماما بيغسلوا المواعين. يا عم سيبك مني، يا عم انا راجل وحش، سيبك مني، شوف اللي انا بقوله وروح ابحث، والله حق اتبعه، لو باطل يا عم خلاص خليك انت حافظ ده، علشان لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندك اجابه. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني تقف امام الله سبحانه وتعالى الخالق يوم القيامه ويسالك انت ليه عبدت رغيف عيش؟ اصل محمود كان بياخد دعم، اصل محمود عايش بره، اصل محمود بينور في الضلمه. دي الاجابه اللي انت هتقدمها لربنا سبحانه وتعالى لما يسالك ليه عبدت خمره؟ ففوق من اوهام الكنيسه اللي بتشحنك بيها. وهشغل فيديو دلوقتي يا اخي زين لو ما عندك تعقيب على الجزئيه دي لتوادرس، اكيد انت عارفه. نعم، كان توادرس ابوك توادرس هو بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بيشتكي امر الشكوى في عظة الاربعاء. عظة الاربعاء ده يا اخونا زين يعني دي ما في بيت مسيحي تقريبا الا وبتشتغل فيه هذه العظة، وما في بيت مسيحي الا وتوادرس، يعني ده توادرس وله كلمة، ده الاله بتاعهم على الارض. طيب بص يا فندم، هو بيشتكي مر الشكوى. احنا في الزمن ده واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد. طبعا هم خدوا الجمله منه، 2 3 طالعين في المقدر جديد، وانا كنت لسه قول حبيبي اتفضل. اكبر دليل ان هم ببغاوات، هو قال كلمه مؤدر، سمعت كل القساوسه قالوا زكريا والولد اثناسيوس كلهم بيكرروا نفس الجمله. كاهن بقى. انا اساسا مش عارف ايه معناها مقدر. اساسا المقدر اللي هو القدر، يعني ارسل لك جديد 2 3 مقدر، يعني ربنا قدر علينا جديدا مش من زمان، هو ده المقدر معناه. يعني المقدر والمكتوب يعني نفس يعني تقريبا نفس شرح الاخ معاذ المره. هي كده. احنا في الزمن ده واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد وعمالين يشككوا في المسيحيه، ويشككوا باستهزاء وباستفزاز. عايزك تعرف ان مسيحيتك عمرها 2000 سنه. طبعا هنا هو بيشتكي مر الشكوى من 2 3 طالعين في المقدر جديد. طب لما طالعين في المقدر جديد انت طالع تتكلم عنهم ليه؟ ما تسيبهم يا عم، يا عم دول ناس صفر على الشمال. تخيل لما بابا الكنيسه والله هذه ما حدثت من قبل، مش تفخيما ولا اي حاجه، احنا بس بندعم اللي هم بيقولوه، ان هم ما تعرضوش لده من يعني حتى ايام اريوس ونسطور، وعملوا اهم مجمع في الكرازه المرقسيه علشان بفضل الله سبحانه وتعالى يحاولوا
ان هم يفكروا ان هم يردوا، وفضل الله سبحانه وتعالى بيفشلوا، مش علشان احنا ناس جامدين زحليقه، لا، لان الحق يعني لن ينتصر عليه الباطل بحال من الاحوال، والله بحال من الاحوال. فلما يجي لك مسيحي، لا اصل انت محدش يعرفك غير بابا وماما، اصل انت محدش بيتابعك غير الست تريزا الحوله في دير وادي النطرون وعمه جرجس وعمه فلتقوسه والكلام ده. حبيبي ابوك توادرس اهو طالع عمال بيشتكي مر الشكوى في قلب الكاتدرائيه. الزمن ده واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا، في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد وعمالين يشككوا في المسيحيه، ويشككوا باستهزاء وباستفزاز. عايزك تعرف ان مسيحيتك عمرها 2000 سنة، وعايزك تعرف ان مفيش سؤال في المسيحية ملوش إجابة. حط ايدي بس على الإجابة ومالكش دعوة. يا عم إجابة إيه؟ إجابة إيه بس اللي أنت إجابة؟ والله كلام عاطفي دغدغة بس يعني. أنا على فكرة عندي تعقيب على هذا. اتفضل حبيبي، اتفضل. طب يعني لما قال إن مسيحيتك عمرها 2000 سنة، يعني إيه حسبة هذا الكلام؟ يعني معلش عمرها 2000 سنة يعني أيوة 2000 سنة كل مرة في تدهور لحد ما خلاص يعني شبه. على فكرة النصرانية في تركيا كانت ذات غالبية يوما من الأيام. نعم. حاليا النصارى في تركيا شبه مش موجودين أصلا. تمام. أوروبا كلها، خذ لك أوروبا على بعضها كذا. نعم. كلها أو الغرب كله، مش أوروبا بس، الغرب بصفة عامة النصرانية فيه بح. إيه اللي عمرها 2000 سنة هذه؟ النصارى الشرقيين ملايين اعتنقوا الإسلام. فانت ايه اللي عمرها 2000 سنه؟ طب خلاص فرضنا ان هي عمرها 2000 سنه، ما البوذيه عمرها تقريبا 4000 سنه ولا صحيح. يعني خلاص يعني ايش وين الحق في الموضوع؟ بعدين قال لك ما فيش في المسيحيه ما فيش سؤال ملهوش اجابه. حلو الكلام. ردوا على اتصالاتنا لما نتصل بكم يا قساوسه، ما تردوا علينا لما نتصل. الو جناب القس، ايوه مين؟ فلان فلاني. معلش انا عندي اجتماع دلوقتي. الو جناب القس، انت عندنا سؤال في المسيحيه. معلش انا في الحمام دلوقتي. الو وين اللي ما فيش سؤال؟ يا عنده محاضره، يا عنده طبخه، يا عنده اجتماع، يا عنده الاتصالات ثابته وموجوده. وبعدين يقول لك عندنا اجابه على كل ده. بص يا اخي زين، هم بيعتمدوا على ايه؟ ان هم لما يشوف مثلا ايه الرد على زين خير الله، فتلاقي المسيح بيفرح، خلاص هو رد عليك اهو، هو مش فاهم حاجه. عاود معلش عاود اللي جزاك الله خير اخ ابراهيم. معلش عاود. كنت بقول لك المسيحيين بياخدوا مثلا جمله ايه، يشوفوا فيديو مكتوب عليه الرد على زين خير الله، الرد على محمود داوود، الرد على معاذ عليان، الرد على فلان، فهو بيفرح بالجمله دي حتى لو الفيديو ما بيتكلمش عننا. دول كانوا كاتبين والله، جايبين مقطع كاتبين كده ايه الرد على محمود داوود ومعاذ عليان، ماشي، وحاطين صورتنا في الكفر. المقطع بقى اللي هو كانوا بيردوا علينا ده، المفروض يعني تتخيل مقطع ايه يا حاج زين؟ تخيل كده، اسرح بخيالك يعني. هو كان العنوان كان ايه بالضبط؟ الرد على محمود داوود ومعاذ عليان، وحاطين صورتنا. اثبتوا صحه كلام محمود داوود ومعاذ؟ لا خالص. انا بقول لك المقطع نفسه كان عباره، جايبين مقطع من فيلم. احي يعني انتوا مجانين يا جدعان ولا انتم مبرشمين؟ يعني بتتناولوا ايه؟ مقطع من فيلم مسيحي معمول بقاله بتاع حوالي 20-30 سنه، يعني اللي هو ايه العلاقه يعني؟ ايه العلاقه؟ فين فهو بص اي حاجه. المسيحيين بقى لما يشوف الله يا سلام عليك، افهمهم مين ده مقطع من فيلم يقدم ممثلين بيتكلموا مع بعض وبيهرطقوا كمان. والله. فاللي هو ايه ده يا جماعه انتوا متخيلين؟ فهو بيفرح بس بكلمه الرد. التاني حاجه اخي زين، ودي برضو حاجه مهمه والاخوه ينتبهوا ليها، ان المسيحيين عارف كلمه اجابه بالنسبه له فعلا مفيش سؤال الا وعليه اجابه. يعني ممكن دلوقتي اتحدى كائن من كان، وهذا تحدي معلن للجميع، كائن من كان انه يسالني سؤال في اي مجال، في الفيزياء، في الكيمياء، في الاحياء، في الاموات، بص في اللي انت عايزه وهتلاقيني عندك اجابه. اسالني عن الثقب الاسود، اقول لك الثقب الاسود ده لما انت تكون بتلعب كره وتقع فالبنطلون يتخرم، هو ده الثقب الاسود. طب انا قلت هري، اللي انا قايله ده هري، بس ده اسمه اجابه. طب هل اجابتي دي صحيحه؟ لا. طب هل اصلا عشان هي مش صحيحه هل اصلا عليها دليل؟ برضو لا. فمش اي كلام يتقال عليه اجابه. هو المسيحي كده، المسيحي عنده اصل دي اجابه. يروح في الكنيسه والرب بيحبك ومات علشانك، وانا بحب كريستينا وكريستينا تحبني، واركب التوك توك وهي تزقني، وهللويا كرليسون حبيبي شكرا، خلاص ابونا رد وافهمك. يا جماعه فوق يا جماعه، نشغل دي بالله عليكم، مش كده والله. الله يهديكم يا رب.
والله حته 2000 سنه يا اخي زين، بس معلش عشان هو برضه بيدلس فيه. 2000 سنه مين؟ انت كتابك يا فندم من 2000 سنه ما كانش في حاجه اسمها كتاب مقدس اصلا. 2000 سنه ايه اللي ثابتين عليها؟ 2000 سنه ده كان كتابك قد ايه يا فندم؟ كان 66 ولا 73؟ ده انت بنفسك يا توادرس بتقول في كتاب مفتاح العهد الجديد في الجزء الثاني كان بيتكلم على استقرار الكتاب العهد الجديد اللي هم اتفقوا ان هو وصل بقى ل 27 صفر. لم يحسم هذا الجدال الا في القرن الرابع الميلادي. اثناسيوس حسمه في الرساله الفصحيه في القرن الرابع الميلادي. تيجي انت تقول لي من 2000 سنه؟ فده كلام بيدغدغ بيه عاطفتك يا زميل مسيحي، ويعلم الله احنا عايزين لك الخير من الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك مفيش مصلحه ولا منفعه مباشره بيني وبينك، انت ممكن تكون بتسمعنا من بره او حاجه. فالله سبحانه وتعالى يهدينا ويديك. حاول تتجرد للبحث عن الحق وتبذل مجهود يعني. نعم. طيب اشرح لنا يا اخ محمود، هم انت ليه بتسيء للمسيحيه يا اخ محمود وتقول ان هم بيعبدوا؟ طيب ليه يا انا عايز اقول لك على حاجه والله ظريفه جدا يا اخونا زين. المسيحيين فعلا بيقولوا الجمله اللي انت بتقولها دي حرفيا، بس الجمله دي في طياتها او في ظاهرها مش في طياتها هي بتدحض المسيحيه اصلا. لان انت شايف ان انا لما بقول لك انت بتعبد عيش شايف ان دي اساءه. طيب ان اثبتت لك انك بالفعل تعبد عيش وبالتالي انت كده اقريت ان دي اساءه، اذا ايمانك هو اساءه. ايمانك هو من اساء اليك، مش انا اللي اسأت اليك بهذا الاعتقاد. طيب تعال نشوف مثلا والله يعني صور تحزن، فعلا تحزن. يعني مثلا الصورة دي يا شباب هي فين؟ كانت لسه قدامي دلوقتي، ان شاء الله احاول اعرضها لسيادتكم. تخيل الصورة دي اللي قدامك، يعني احاول اعرضها قدر الاستطاعة. الراجل ده دقيقة بس، هذا الثقب الاسود اللي كنت تشرحه قبل قليل. بس دول 5 بقى. تخيلوا يا مسيحيين، خلوا بالكم بس من ال3 تخرام دول عشان هنحتاجهم دلوقتي. 3 تخرام اللي في النص دول هنحتاجهم ان شاء الله يكونوا ظاهرين يا اخونا زين. ظاهرين تمام اوكي ماشي. نصغر تاني بس نشوف الكام رغيف عيش دول. شايفين يا شباب الكام رغيف عيش دول وشعب الكنيسه اللي واقف ورا والكلام ده كله؟ المشنه اللي قدامكم دي مسميها مشنه في مصر، او الوعاء ده في حوالي 1 2 3 ده حوالي 7 رغيفه. الراجل ده يا جماعه بيختار الاله اللي هيعبده، بيختار الاله اللي هيعبده، بيختاره بناء على انه ما يكونش معجن، ما يكونش محروق، ما يكونش الاخرام دي مثلا مش باينه، ما يكونش الاخرام دي فاهم. يا ريت حد يبعت لي فيديو ل3 اخرام يا شباب، يا ريت حد يبعت لي فيديو 3 اخرام على التليجرام. فبيشوف الختم ده واضح ولا مش واضح، فبيختار الاله اللي هيعبده بعد نص ساعه. انت عامل اله خبزه بايدك وبعد نص ساعه تعبده، فانت بتختار افضل واحد فيهم. طيب تخيل لو كان الكاهن ده اختار لك الرغيف الاولاني ده مثلا، او لا الرغيف ده او الرغيف ده، لا بلاش ده نختار ده. فتخيل واحد بيختار معبوده، بيختار المعبود اللي هيعبده وبيقدموا له عباده بشكل حقيقي وليس شكل رمزي على الاطلاق. والمراجع المسيحيه اللي بتقول كده. عندك مثلا نعرض على سبيل المثال للحصر سريعا علشان المسيحيين يعرفوا انت ده ايمانك يا فندم، ان انت راجل مشرك وبتشرك بالله سبحانه وتعالى، بتعبد يعني في النهايه رغيف عيش. والله رغيف عيش. بص يا فندم شيء يعني عجيب والله. هنا مثلا قبل ما نكمل، بص الشباب هنا الصورة دي اللي ظاهرة قدام حضراتكم. هنا الراجل ده مش بيغير زيت العربية ولا حاجة يعني عشان تكون ظاهرة. الراجل اشرف بيعمل ايه تحت وظاهرة عندك يا حاج زين؟ الراجل ده ظاهر صح والصورة ظاهرة صح كده؟ ايوه حتى الخرم بتاع الخرمات دي شوية. تمام. الراجل بص يا جماعة ساجد لرغيف في صينية، ساجد لرغيف في صينية. انت متخيل في القرن ال21 عام 2026 راجل ساجد لرغيف في صينية هو اللي اختاره. عندك ده مثلا اهو ده ساجد بمنتهى الخشوع ولا مش عارف مين ولا حاجات زي كده، اهو نازل على ركبة ونص وقاعد ساجد لرغيف عيش. يا جدع اتق الله يا عم، انت بتعمل ايه؟ والله يا اخي ده الحيوان ما بيسجدش. يعني الاسد مثلا لما بيقفش فخده ضاني ولا فخده خروف ما بيسجد لهاش، بيبلعها ياكلها. انت بقى بتسجد لرغيف عيش؟ انت متخيل؟ والله العظيم. بص دي مثلا اهو، ده ابوهم تقريبا، ده شنوده ده شنوده. ده شنوده.
قاعد مهم هذا على فكره. نعم. هذا شنوده مهم عندهم جدا يعني. يا ده يا الههم رقم 19، هم عندهم اله كتير مش ما تعدش والله. بص قاعد عندك اهو الراجل ساجد لصينيه فيها رغيف عيش هو مقطعه، شايف التقطيعات الموجوده في الرغيف ده واللي مقطعها، وبعد ما قطعه بيروح يسجد له. طيب ده بالنسبه لموضوع السجود. المراجع بتقول كده صراحه ان موضوع السجود ده هو سجود عباده، هو سجود عباده للعيش ده، وكمان ايه للخمره، لان هم بيعبدوا برضو الخمر. المرجع ده يعني برضو نحاول نعرضه قدام حضراتكم، وده من اهم المراجع اللي بتتكلم في الموضوع ده واكثرها يعني هم حتى غلبوا حتى كفار قريش. كفار قريش كانوا بياكلوا بس، هؤلاء بياكلوا وبيشربوا او يشربوا ايه بقى؟ خمره. يا عم طب اعبد شاي بالنعناع، اشرب حاجه عليها القيمه ولا اي حاجه، لكن ده راح خمره. خمره. والعجيب ان الاله عند النصارى ياكل ويؤكل الاثنين مع بعض. ياكل ويؤكل. ادي المرجع قدام حضراتكم، يعني ده بتاع الارشيزياكون حبيب جرجس اسرار الكنيسه السبعه. بيقول لك ايه؟ وبما ان الخبز والخمر في هذا السر الاقدس هما جسد المسيح ودمه، فيجب ان تقدم لهما العباده والسجود. ايه يا فندم؟ العباده والسجود. لايه يا فندم؟ فوقيها وبما ان الخبز والخمر رغيف عيش وشويه خمره في هذا السر الاقدس هما جسد المسيح ودمه. يعني الراجل ده اللي بيسجد لرغيف عيش هو كده بيسجد لجسد المسيح، وشويه الخمره اللي معاه ده الدم بتاع المسيح، فيجب ان تقدم لهما العباده والسجود. لا مش بس كده، يعني عندك مثلا في المرجع ده كمان لابوهم ابوهم اسمه ايه ده؟ بشوي. مرجع عجيب والله، مرجع فعلا عجيب. بص اسم المرجع: هل نعبد الاصنام في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه؟ بجد والله؟ لا يعني ده انت ما شاء الله عليك، ده الاسم جامد. بقلم الانبا بشوي مطران دمياط. ماشي يا فندم. المرجع بقى بيتكلم عن عباده العيش دي، وبيقول ايه يا فندم؟ سوري اسف. نعم بيتكلم ايه عن الموضوع ده في صفحه 28 29. فبيقول لك اما جسد ودم المسيح اللي هو الخبز والخمر، يعني اما جسد ودم المسيح في القداس الالهي فهو جسد حقيقي ودم حقيقي. يعني ده ابتداء، ده مش جسد يعني رمزي، لا جسد حقيقي ودم حقيقي. وعندما نسجد امامه فاننا نسجد لنفس الجسد الذي ولد من العذراء وصلب على الصليب وقام من الاموات. يعني رغيف العيش ده هم بيعتبروا ان ده نفس الجسد الذي ولد من العذراء، رغيف العيش اللي لسه طالع من الفرن طازه ده. بص بقى بيقول لك اما اي شيء اخر في الكنيسه غير، بص الاستثناء بقى، شوف الاستثناء والحصر، غير جسد الرب، نصغر شويه، غير جسد الرب ودمه فاننا نحترمه ونكرمه ولكننا لا نعبده. اللي هو حاجه انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ انتوا بتعقلوا الكلام ده؟ يعني الراجل بيقول لك اي حاجه في الكنيسه تانية غير جسد الرب ودمه فاحنا مش بنعبدها. فالراجل عامل لك كتاب اسمه هل نعبد الاصنام في الكنيسه الارثوذكسيه، يقول لك على فكره احنا مش بنعبد غير رغيف العيش والخمره، اما الباقي مش بنعبده. يا راجل انت كده مش بتعبد اصنام. هم موحدين بالخمره والعيش. احسنت. لا والله يا حاجة. يعني هم المسيحيين دايما بقول عندهم، يعني الكلام ده مش بقوله والله على سبيل السخريه، لكن هم تحس ان عندهم عداء مع الله سبحانه وتعالى، وده زرعته فيهم الكنيسه والشيطان غرسوا فيهم ان هم يعني يأبوا ان يعبدوا الا الله، يعني الله سبحانه وتعالى وحده. يعبد اي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى ماشي، يعبد يعني عادي. رغيف عيش ماشي، شويه خمره ماشي، عندك 3 اقانيم خلاص ماشي، يلا تمام، ادي الاله ومعاه 2 كمان. القديسين قديما ماشي، طب في ايه تاني غير القديسين؟ شويه خمره، طيب تمام. نعبد ايه؟ رفات القديسين. رفات القديسين دي يا جماعه، انا بس اوضح لحضراتكم الناس اللي مش واخده بالها هنا لما نبحث عن، اجيب لكم بعض الصور. تابعوه الاخ محمود يا اخوه، بارك الله فيكم. نعم الله يحفظكم يا رب. يعني بص عندك مثلا ادي دي صوره بنزلها، ثواني اوريكم برضو صور اسمها ذخائر مقدسه. دي بتكون عباره عن ان اجساد القديسين، الاجساد بتاعه القديسين اللي هم بيسموهم قديسين، اللي هو الناس اللي ميتين يعني عندهم باختصار، فبيطلعوا ميتين ابوهم وبيعبدوه. يعني انت بص متخيل